3 2 1. هنبدأ إن شاء الله حلقة النهارده. مش هاقول بقى مختلفة زي ما باقول كل مرة في كل حلقة باجيب فيها ضيف، ولكن أنا ضيفي النهارده هو ضيف شاركته آآ جزء كبير جدًا من النمو بتاعي بشكل عام. والنمو بتاعه هو كنا اتنين شبه كده بنقول يا رب ويا دنيا، الحياة كده إيه الأخبار، هنعمل إيه، هندرس إيه، هنشتغل إيه. الأسئلة اللي بتدور في أذهان ناس كتير جدًا من الشباب بالأحرى. فاللي عجبني جدًا لفكرة الحلقة النهارده أو اللي أقنعني الصراحة إني أتواصل مع كريم تاني بعد مرور سنوات من الحياة، كل واحد فينا اتاخد في مجال معيّن واتاخد في مشوار معيّن. آمم، حسيت إن القصة بتاعته كانت قصة بجد ملهمة بالذات ليّا أنا، وI hope وأتمنى فعلًا إن الناس تلاقي فيها قيمة معيّنة بالذات كان لأولادها أو كان ليهم هم شخصيًا إن هم بيتفرّجوا علينا. تايه مش عارف تذاكر إيه أو تدرس إيه أو المستقبل شايلك إيه، الحلقة دي عشانك. أهلك بيضغطوا عليك أو بتضغط على ابنك أو بنتك بشكل عام على مجال معيّن وحاسس إن هو ده الصح وهو لازم تمشي وتسلك الطريق ده أو يسلك الطريق ده، الحلقة دي علشانك. مش باقول ده غلط أو ده صح، بس باقول إن إحنا فكرة AE Talks بشكل عام إن هي بتحاول تورّيك أمثلة حقيقية على أرض الواقع لناس already عدِّت بحاجة معيّنة زي دي، فلعل وعسى الكلام ده يأثّر علينا إحنا بالإيجاب كناس بناخد القرار في الوقت الحالي. هي دي الفكرة بشكل عام. فأنا أمّا باختار ضيوفي على هذا الأساس، إنه بيبقى عندهم قيمة معيّنة أو درس معيّن أو رحلة معيّنة عاشوها وما زالوا بيعيشوها، يعملوا معانا كده share نقط الاختلاف أو نقط التحوّل أو اللي أثّر عليهم بالسلب وبالإيجاب، بحيث إن إحنا ما نضطرش إن إحنا نعيد اختراع العجلة زي ما بيقولوا، بل نكمّل مما انتهى الآخرون، مش نبدأ تاني من نقطة الصفر. فأنا ممتن جدًا لوقت وشخصية ضيفي كريم الشافعي. شخص حقيقي كان له أثر طيب جدًا على الناس اللي حواليه وعليّا أنا. هو ممكن ما يكونش عارف الكلام ده، ولكن أنا باعلن الكلام ده بشكل عام لأسباب كتير جدًا. مش شرط إن الشخص اللي بيأثّر عليك أو بيأثّر فيك آمم، يبقى شخص زي ما بنسمع في التلفزيون، شخص دايمًا عارف اللي هو يا إمّا ناجح ومعاه فلوس كتير، يا إمّا واحد جيماوي بقى وحركات أو واحد بتاع بنات أو كل ده بنعيشه وبنشوفه، أو واحد مقطّع السمكة وديلها. لأ، كريم كان شخص هادي جدًا. كريم طبعه واضح ومُريح، من الناس اللي هي كلّمت شخصيتي أنا بشكل عام وحسّيت بالقُرب إليه. وكان من الناس طبعًا هو أكبر منّي سِنًّا، فكان من الناس اللي أنا باطمح في جزء من شخصيته إنه يتكوّن في شخصيتي أنا. حبيت أوي إن هو شاب بيكلّم أو بيعيش محاكاة شباب كتير أوي النهارده. بنتكلّم على شاب النهارده اتخرّج الحمد لله من أرقى الجامعات في العالم، وبالذات في مصر زي الجامعة الأمريكية الAUC. شاب له قصة كبيرة جدًا مع إزاي حاول إنه يحافظ على دينه بشكل وسطي يعرف بيه يتعامل فيه مع الدنيا اللي إحنا بقينا عايشين فيها النهارده. ودي نقطة مهمة جدًا أنا الصراحة يعني أرفع له القبعة عليها، وعندي أسئلة كتير جدًا على الموضوع ده، بالذات في مصر. واحد مش بس جرّب يخش مجال معيّن واكتشف إن هو مش بتاعه، بل بالعكس دخل أكتر من مجال، بل بالعكس يعني أنا باتكلم معاه قبل ما نسجل الحلقة اكتشفت إن هم 3 مجالات إلى حدٍ ما، لحد أمّا لقى نفسه ده بغض النظر عن المجال الرابع اللي العيلة كانت بتحاول تزُق فيه تقريبًا. فموضوع مثير للشغف، وموضوع مثير للجدل إن صح التعبير. فأنا مش هاتكلم أكتر من كده. هاحاول إن أنا النهارده بجد أبقى مُنصِت على قد ما أقدر، علشان بجد حابب الناس تستفيد من قصة كريم الشافعي ورحلته، لعل وعسى تفيد أي حد منكم إن شاء الله. كريم، شرّفتني ونوّرتني في AE Talks. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله بخير يا عبد الرحمن، وانا مبسوط جدا جدا جدا. طبعا مقدمه يعني انا ما استحقهاش خالص.
بس أنا مبسوط إن أنا معاك في إيه talks وأنت فعلًا من الناس الشباب يعني مش بس مؤثّر في اللي حواليك، لأ بتحاول تقدّم حاجة مختلفة، وده اللي لاحظته من الpodcast اللي أنت بتعمله دلوقتي أو عامةً talks اللي أنت عملتها قبل كده. في إزاي إن ممكن حد يستفيد والحد ده يكون في المنطقة بتاعة الgenerations اللي بعد كده Gen Z مثلًا Gen Alpha والجزء الناس يعني غافلاه إلى حد كبير، فالtalks بتاعتك يمكن بتقرّب الموضوع شوية لإن هم مش بيشوفوا ناس يعني حققت نجاحات وناس كبيرة في السن، لأ ناس قريب يعني يعني أكبر منهم بجيل مثلًا أو كده، ناس شباب برضه عاشت تجربة مش لازم يكونوا وصلوا لحاجة عظيمة أوي في الحياة، على قد ما هم يعني بدأوا الطريق، وده ممكن يقرّب ليهم المفهوم شوية، لإن دايمًا الgenerations الجديدة ممكن ما تبقاش أوي حابة تسمع قصة نجاح واحد عنده 50 و60 و70 سنة، يمكن ممكن نجاح بسيط بس في حد قريب منهم سنًا يبقى عليه أثر أكبر ليهم يعني. فأنا طبعًا سعيد جدًا، جدًا، جدًا إن أنا باقابلك، وإن أنا يعني في فرصة أتكلّم معاك، لإن أنت دايمًا من الناس كمان اللي أثّرت فيّا في حياتي، وكنت باحب أتكلّم معاها وباحب يعني أقابلها وكده. بس ما بيسحنلناش الفرصة اسمعني، ما بيتيحش لينا الفرصة إن إحنا نكلّمك كتير، فبتبقى شرف لينا يعني طبعًا إن أنا أكلّمك هي دلوقتي. على راسي والله، والله فأشكرك، على أنا راسي، اللي أشكرك جدًا، جدًا، جدًا. على راسي والله فعلًا. بالعكس أنا في نقطة أنت قُلتها I think والله أعلم بداية إن شاء الله تبقى موفّقة، كنوع من أنواع الأسئلة اللي أنا محضّره وعايز أسأله لك الصراحة. موضوع موضوع النجاح بشكل عام concept، أنا في اعتقادي الشخصي هو concept غير مفهوم لناس كتير أوي، عشان النجاح بيبقى مُصوّر لينا كده في أذهاننا بالنجاح الغربي اللي بنشوفه في الأفلام أو في المسلسلات، إنه يبقى معاك فلوس كتير جدًا. مش باقول إن ده مش نجاح، بس مش هو ده النجاح بس. كلمتك الصراحة استوقفتني برضه، اللي هو بتقول مش لازم نكون عملنا نجاحات عظيمة علشان نطلع نتكلم ونقول يا جماعة إحنا موجودين. لأ، هو أنا جاي دايمًا من باب أو من منطلق إحنا بقينا نشوف كوارث على السوشيال ميديا، كوارث، وناس بتوصّل محتوى معيّن. أنا شايف إنه لأ، تمام، ما دام الفرصة متاحة والساحة متاحة إن أنت توفّر محتوى زي المحتوى اللي أنت بتوفّره ده، أنا كمان أقدر أوفّر المحتوى ده. بس محتوى مختلف، محتوى أنا أزعم إن هو ممكن يفيد الناس. فلذلك أنا دي أعتقد رسالة نبدأ بيها، يا جماعة نسمع من كريم طبعًا. النجاح مش لازم إنك تبقى ناجح في حققت حاجة عظيمة، بنيت شركة بمليارات الدولارات أو عملت ما أعرفش إيه أو رُحت فين أو جيت منين، هو لأ خالص. فأنا مش هاستبق الأحداث، حابب أسمع من كريم يعني إيه نجاح بالنسبة لك؟ بُص يا عبد الرحمن، هو فعلًا نقطة أنت أثرتها حلوة أوي، حتّة النجاح والمفهوم الmaterialistic اللي بقى عندنا كتير أوي وعند الشباب، إن لازم النجاح ده مرتبط بفلوس أو بمكانة معيّنة. أنا باشوف النجاح كل واحد يعني الموضوع subjective أوي، كل واحد وليه النجاح بتاعه. أنت ممكن تختار إنّك تبقى ناجح وسط عيلتك، وبنيت عيلة أب وأم وأخوات وزوجة وأولاد وكده ونجحت معاهم، نجحت في تربيتهم، نجحت في نشأتهم. ولذلك ممكن تلاقي كتير من الأمهات ما كانتش أصلًا متعلّمة وطلّعت أجيال عظيمة نفخر بيها، ودول نجاح، دول نجحوا. هل كان معاهم الفلوس الكتيرة؟ لأ، لكن كان معاهم سلاح وهو التربية، أخلاق معيّنة ربِّته في ولادها، نجاح مثلًا وصّلتهم لمرحلة معيّنة، فده نجاح. وبل بالعكس يُنسب بقى النجاحات الكبيرة للأشخاص اللي عملوا كيانات، لأمهات ممكن تلاقيهم زي ما باقول لك بلا تعليم، ولكن قدروا يأثّروا في نفسية الطفل ده، ينشئوه نشأة سوية، وبالتالي هم سبب في النجاح الكبير اللي إحنا بنشوفه. فكل واحد بيختار نجاحه، وأنا باشوف إن في حاجات بتيجي على حساب حاجات. يعني أنت لو قررت تبقى ناجح مع عيلتك فممكن تأثّر شوية في حتّة الشغل، أو لو أنت ناجح في شغلك هتأثّر شوية في البيت. فأنت اللي بتختار، أنا باشوف إن أنت بتختار الناس عايزة تشوفك إزاي وبتختار نجاحك. أعظم طبعًا النجاحات من وجهة نظري
ولو الواحد مقصّر برضه فيها، هو النجاح الديني، إنك تكون علاقتك كويسة بربنا، ده challenge دائم طويل، ممكن نعيش ونموت وإحنا ما حققناش جزء كبير منه، ولكن ده الهدف الأسمى اللي الواحد بيحس إن هو من خلال شغله أو من خلال تعليمه أو يقدر ينجح دينيًا، يعني مش شرط يكون عبادات وصلاة وصوم وكده، على قد ما هي كل شيء بيأمر بيه الدين أو كده، ده جزء مهم أوي من النجاح اللي الواحد مقصّر فيه ودايمًا بيسعى. يمكن لمّا أنت كلمتني كان برضه wake up call كده شوية، إن الواحد كان سألتني مثلًا عن حفظ القرآن وكده، يمكن نيجي له في وقت تاني. الواحد مقصّر لازم يعترف إن الواحد مقصّر الفترة دي، وبالتالي محتاج إن هو يرجع تاني، فwhy not عبد الرحمن كلمني النهارده يفكّرني، فلازم دي رسالة من ربنا تفهمها، إن تبدأ تاني ترجع والموضوع مش صعب. دايمًا ربنا حتى بيقول: "ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر." فدايمًا الموضوع سهل وبسيط، إحنا اللي يمكن بنحط عليه حواجز كبيرة جدًا، سواء الدين أو القرآن أو غيره، وبالتالي بيبقى دايمًا عندك إيه ده، هو أنا هارجع تاني، هو أنا هاقدر أعمل، ده أنا مسوي وعامل. لأ، ما فيش مشكلة، دايمًا في بدايات جديدة، ودايمًا في زي ما بنقول نجاحات جديدة، فأنت ابدأ وربنا عليه برضه التساهيل يعني. جميل أوي الصراحة يا كريم، مفهوم إن أنت بتختار نجاحك. يعني أنا النهارده بارجع لنفسي كده من 10 سنين، هل أنا كنت على دراية كافية إن أنا عايز أختار نوع النجاح اللي أنا عايزه؟ بل بالعكس، أنا باحس إن أنا وقتها أنا كنت مشتت، وكانت السوشيال ميديا طبعًا موجودة، وكل حاجة موجودة، والتشتت موجود، وفيديو يطلع لك من هنا، طب وعايز أدرس ده، طب ده أعمل ده، طب أروح هنا أعمل هنا، هاسافر أرجع. آآ لو النهارده باحس إن أنا عايز أكلم واحد من Gen Z أو واحد هيخش جامعة أو هيتخرج من الجامعة، هو بيقول يا دنيا ويا رب بسم الله. أنا لا أكون يعني ما أعتقدش إن أنا ما أتوقعش تمامًا إنه ممكن يبقى في غالبية، بل بالعكس الغالبية العظمى ما يبقاش عندها الوعي إن هو أختار نجاحي، إن هي حاجة ممكن تيجي على عكس حاجة. أنا عايز أستفيد من واحد قضّى عشريناته كلها بيكتشف نفسه، وده شيء أنا عايز بجد أسلّط عليه الضوء، إنه عادي، أنا باحاول أكتشف نفسي وباحاول أشوف أنا عايز أعمل إيه. مش شرط إن أنا خلّصت الجامعة إن أنا خلاص كده بقيت فاهم الدنيا كلّها وخلاص أنا عارف طريقي مرسوم إزاي، عشان ده مفهوم برضه وِحِش جدًا عند ناس كتير. آمم، فأنت إزاي لو حد جه سألك إزاي بتعرف تختار نجاحك؟ هل بيبقى بناءً على الشخصية، بيبقى بناءً على المحيط اللي حواليك، بيبقى بناءً على تأثير المجتمع عليك، بيبقى يعني إيه رأيك في الموضوع ده؟ بُص، هو أنا باشوف في الموضوع يعني ما حدّش بيقدر يتحكّم في كل خطوة في كاريره أو في اختياره للأشياء. أنا باشوف إن برضه في تيسير كده من ربنا وguidance معيّن أنت بتمشي عليه وأنت مش حاسس. فهادّيك مثال، أنا وزي ما أنت عارف أنا أصلًا من عيلة كلّها دكاترة، يعني أنا والدي دكتور أشعة، والدتي أطفال، أخويا قلب، أختي نفسيّة، عيلة كلّها وأنا أصغرهم سِن، فهُم كلّهم سابقينّي بفكرة إن هم دخلوا الطب وعاشوا في حياة الطب، فكان طبيعي من أي عيلة مصرية، ويمكن الناس المصريين هيبقوا عارفين الكلام ده، أنت في العيلة الأطباء دي أنت لا إما تخش طب لا هندسة غالبًا، وهندسة دي بيُنظر إليها يعني نظرة يعني اللي هي إيه أقل من الطب. اللي بيقدمه الأطباء، فكرة الأطباء هو رسالة، أنا باشوفها رسالة أكتر ما هي عائد مادي أو حاجة ليها علاقة بالbusiness. هو بيقدم رسالة وهدف وقيمة عالية جدًا، فدي لوحدها ما تتقدّرش، يعني كثواب بقى أو لو اتكلمنا ناحية دينية، فهُم بيقدّموا أعلى تقريبًا قيمة في الprofessions كلّها. ولكن رجوعًا لسؤالك، أنا كنت باتمهّد للطريق ده، طِب، ولكن شاءت الظروف إن يحصل شوية حاجات كده أنا أقفل شوية من الطِب، مع إني جايب مجموع يدخّلني طِب. وكانت في مغريات، والدي يقول لي اشتري لك عربية وتخش طِب ومش عارف إيه، لكن في الأول والآخر قررت هندسة. طب قررت هندسة بناءً على إيه؟ بناءً على اللي بيتقال دايمًا إن لو أنت كويس في الmath فأنت غالبًا مهندس شاطر، وده طبعًا لا أساس له من الصحة. ولكن ده في وقتها كان سبب
خلّاني أخُش هندسة، وبعدين بتستكشف نَفْسك، طَب أنا أخُش هندسة إيه؟ قعدت أحاول وأشوف وكان مجموعي برضه يجيب هندسة كتير، فكّرت شوية قُلت أنا يعني هاخُش هندسة طبية، ده قبل ما أخُش AUC، وبعد كده دوّرت هندسة طبية موجودة فين، لقيت في جامعات حكومة، والصراحة جامعات الحكومة هي كويسة في professions معيّنة أو في majors معيّنة، ولكن دايمًا بيعيبها فكرة ما فيش system أوي، دايمًا الموضوع وكنت باشوف الكلام ده يمكن في طِب مع إخواتي وكده، تلاقي الدكتور متحكّم بشكل كبير جدًا في درجاتك أو في كده، فممكن يسقّطك بدون سبب، ممكن موده مش حلو، الكلام ده كلّه، ما فيش governance كده في موضوع ليه علاقة بsystem معيّن أو كيان معيّن، ولذلك اتجهت ناحية الجامعات الخاصة، ومن هنا جات فكرة هندسة، طَب هندسة إيه، طَب ممكن أقرّب المفاهيم، قعدت أدرس بقى وresearch وكده، واخترت في الآخر computer، دي كانت البداية. آآ بعدين بشوية وقت جات لي دكتور في الجامعة كانت محسّساني إن الcourse بتاعها هو محور الكون كلّه، فده عمل عندي pressure مرعب، إن أنا مش ملاحق أعمل أي حاجة في حياتي غير الcourse ده. ف ففعلًا دي كانت سبب مثلًا من الأسباب إن أنا غيّرت shift خالص، أقول لأ أنا مش عايز computer، فممكن يكون سبب تافه بالنسبة للبعض، ولكن ممكن يكون حرّك فيّا حاجة اللي هو لأ، أنا مش هو ده اللي أنا عايزه. فاتجهت طَب أروح فين، أعمل إيه، كان ساعتها برضه في struggles عندي كده في الجامعة ليها علاقة بعيلتي، وكان حصل كام مشكلة أدِّت إن أنا يعني academically جات لي صدمات، لإن أنا دايمًا متعوّد من IG وكده إن أنا دايمًا A star student، فكوني أول مرّة أجيب B، فده كان بالنسبة لي في course كان ليه علاقة بالكمبيوتر، فده كانت صدمة ما استوعبتهاش، حسّيت إن أنا إيه ده، هو أنا بافشل والّا إيه، أنا مش كده، ده اللي خلّاني أشِفت. فرُحت بعديها أفكّر طَب أدرس إيه، طبعًا لقيت أنا كويس جدًا في الsoftware، أي software باتعامل عليه حلو، وكان في حاجات في الجامعة الأمريكية تحديدًا بيبقى الcourses عبارة عن 3 categories كده. الcategory الأول هو حاجات common كل الناس بتاخدها ليها علاقة بengineering، يعني أنت لو engineer أيًا كان الmajor بتاعك أو الminor بتاعك أو كده، أنت بتاخد الcourses الengineering. وبعدين في نوع تاني من الcourses ده بقى ليه علاقة بالتخصُّص أو الmajor اللي أنت فيه، التالت category هو ليه علاقة ب حُبّك أنت وشغفك، عايز بقى تدرس أي حاجة بتدرسها، حلو AI دلوقتي مثلًا أكيد ضافوه، history مثلًا، أي حاجة. فاللي حصل وقتها إن أنا قُلت أنا كويس في الsoftware أوي وأنا عايز حاجة engineering، طَب أنا هاخُش بقى architecture. حلو، ليه؟ لإن طبعًا architecture فيها softwares كتير AutoCAD وغيره، وفعلًا نجحت فيها نجاح كويس، دخلتها يمكن for a semester أو 2 semesters تقريبًا، ومن هنا حبيت الموضوع، ولكن برضه حسيت إن في حاجة ناقصة. إحساسي ده جه نتيجة حاجة كانت حصلت كده ليها علاقة يعني ظروف عند عيلتي شوية، يعني حصل مشكلة عند والدتي كده معيّنة صحية، وده أدّى إن أنا كنت في حالة شِبه اكتئاب في الفترة دي، وكنت ماشي في الcourses دي حلو أوي، لكن جيت الfinal قررت بين يوم وليلة أنا مش هاخش الfinal، ما قرار غريب أوي. كنت ساعتها متضايق أوي مش قادر، مع إني كويس في الcourses دي وماشي حلو والdoctors بيحبوني وهامشي إن أنا أجيب A يعني في الcourses، ولكن اللي حصل زي ضيقة نفسية كده، مش عايز أحضر، مش عايز أقدّم final project الكلام ده كلّه، فكانت doctors بتُقف يعني لوهلة كده، طَب أنا أدّي له إيه؟ ده هو ماشي A student، وبعد كده آآ تمُر الأيام ويحصل الdrop ده، فأنت ما بتحضرش final ودي كارثة، أو مثلًا ما بتقدّمش الfinal project وأنت ممكن تكون واصل فيه لمرحلة كويسة، فليه اللي بيحصل ده ما كانش مفهوم ساعتها. لكن ده بالنسبة لي خلّاني بقى في منهم اللي مثلًا ادّاني D، في منهم اللي ادّاني F وI failed the course، فحصل برضه من هنا drop شوية، أنا عايز أنقل، عايز أغيّر حاجة تانية خالص،
اجرب ميجر تالت. طيب ايه المتاح ساعتها بقى؟ كان الجي بي اي بيتحكم شويه في الموضوع. فكان ساعتها الكونستراكشن انجينيرنج ده الميجر اللي ممكن وقتها اخشه. فكل حاجه من الحاجات دي زي ما ذكرت لك هي سبب، في منها التافه وفي منها اللي كان نتيجه لعوامل اخرى، وفي منها ايا كان السبب اللي خلاني انقل لحاجه ثالثه. وكونستراكشن انجينيرنج ساعتها بقى كانت زي ما بنقول كده، انا يعتبر من اول ما بديت الجامعه لحد ما نهيتها، انا احنا عندنا في اي سي في 4 سيمسترز مش 2، في 2 اساسيين وفي 2 بقى سمر وينترز ممكن تاخد فيهم كورسز بقى. الوينتر ده بيبقى اسبوعين بتاخد كورس كامل، والسمر بتقدر تاخد كورسين. فانا من اول بدايه الجامعه لاخرها انا ما اخدتش اجازات. انا كل السمرز والوينترز وكده انا باخد فيهم كورسز، باستثناء يمكن اجازه واحده سافرت فيها تبع الجامعه. وقعدت سنه زياده عشان برضو زي ما قلت لك في كومن كورسز، ولكن في الاول والاخر في يعني انت مهما كان محدد ليك كورسز معينه، انت لو يعني ما اخدتهاش خلاص فانت محتاج تاخد سنه مثلا اضافيه او اي ما. فانا اخدت كل السمر والوينترز عشان اقدر ان انا اكمل في كونستراكشن واتخرج منها. وكان بالنسبه لي خلاص انت ما عندكش تشويس تاني، مش هينفع تغير ميجرز تاني، انت لازم تستيك لكونستراكشن وتنجح فيها. وده اللي حصل بالفعل الحمد لله. خرجت مع كل اللي حصل ده بالجي بي اي كويس، واتخرجت من كونستراكشن. فالرساله رجوعا لسؤالك، واسف ان انا طولت، هو فكره ان كل حاجه بتحصل في حياتك ممكن ما تبقاش من تخطيطك، لكن ربنا هو مخططها من فوق، من جهه التعبير يعني، وراسم لك الطريق ده لحد ما تبقى كونستراكشن انجينير في الاخر وتتخرج. وهنيجي بقى اللي بعد كده ايه اللي حصل، لان انا ما اشتغلتش في كونستراكشن اصلا. لأ بصراحة قصة، علشان أنا عندي أسئلة كتير أوي، أولهم مبنية على تسلسل الأحداث ده. ده لأي أب وأم، واسمح لي إني أقولها بالشكل ده، بيبقى مرعب. طب أنت يا ابني عم تتنطط من مجال لمجال. وطبعًا جدير بالذكر إن أنا أذكر الفلوس اللي عمالة بتتصرف يمين وشمال، وإحنا في الAUC فبنتكلم في cost محترم. مش بيبقى هين على اي اسره بغض النظر عن مستواها المادي. فده بيبقى also another pressuring او another stressor على العيله، غير انه بيبقى stressor على الولد او البنت نفسهم. ففي حالتك انت نقلت 3 majors. واحد كده كان على خفيف كده. رحت كده صيفت في architecture، رحت راجع قلت لا دي مش بس بشكل عام نقلت نقلتين. بغض النظر عن ان انت مش شغال اصلا في construction engineering دلوقتي، دي هنرجع لها. بس احكِ لي كده عن كريم الطالب اللي كان بييجي يكلم أهله: يا جماعة this is not my thing، أنا مش هاكمّل هنا. فالتقبُّل كان عامل إزاي؟ عشان أنا حاسس إن الحتّة دي هتكلّم أهالي كتير جدًا، وهتكلّم شباب أكتر. يعني إيه الحل؟ خدّرتهم عملت إيه طيب؟ بص انا هفاجئك مفاجاه. كل اللي انا قلته ده في جزء كبير قوي اهلي ممكن ما يكونوش على درايه بيه، او بتفاصيله الدقيقه يعني. وده مش نتيجه ان انا بخبي، بس اكتر كانت نتيجه ان هم يعني كانوا مديني مساحه من الحريه كبيره في اختيار عامه الميجر، في اختيار كده بعد طبعا قصه طب، وان هم يمكن فشلوا في اقناعي بموضوع الطب يعني. ولكن فيما عدا ذلك يعني كان الدنيا بالنسبه لهم عادي، جرب ودوس واحنا معاك والكلام ده كله. ولكن ممكن التفاصيل الدقيقه قوي ما كانوش على درايه بيها، لان احنا زي ما قلت لك في الجامعه، وبالذات انت بتلعب في انجينيرنج، فالدنيا مش بعيده قوي. في كورسز كتير بتبقى كومن، وده يمكن ممكن ليه علاقه بالسيستم الاي سي نفسه، ان هو كان فلكسبل عن جامعات تانية. في جامعات تانية انت ممكن تعيد السنين كلها، ولكن اللي حصل كله يعني انا بكلمك في 3 ميجرز انت تقدر ان انت تتحرك فيهم، وزودت سنه بس عن الطبيعي او المعتاد في هندسه. والسنه دي برضو فادتك ان انت اتعلمت حاجات تانية ممكن تفيدك بعدين، فما كانتش برضو سنه ضايعه خالص. ولكن زي ما انت ذكرت هي ليها برضو الكوست بتاعها، واكيد كان عند اهلي تساؤلات.
ولكن مع برضه المشاكل اللي كانت حاصلة وقتها وكده، فممكن ما يكونوش كانوا يعني على دراية دقيقة أوي باللي بيحصل بالتفصيل، ولكن أنا حاولت على قد ما أقدر بقى خلاص ألِم نفسي بعد اللي أنا عملته ده وأكمّل construction عشان الموضوع ما يبهوأش منّي يعني. وده حصل اتكرر معايا كمان في الشغل، بس لمّا نيجي لموضوع الشغل، لإن أنا عملت حاجة شبيهة في الشغل. تمام، تمام، تمام أوي. طيب، يعني إحنا دلوقتي كده اتكلّمنا على الversion بتاعة كريم، اللي هو كان أهله ماسكين فيه جامد جدًا، لازم تخُش طِب، خُش medicine، العيلة كلّها من أكبرها لأصغرها متفرّعة في مجالات الطِب. بسم الله ما شاء الله. ولكن كريم قرر إنه لأ، الموضوع هيبقى مختلف معايا يا جماعة، وأنا عايز أسلك طريق مختلف. نطينا من النقطة دي إلى نقطة النَط لأكتر من major في الAUC لحد أمّا اتخرّجت من construction engineering. حلو أوي. أنا بقى عايز أقف هنا، وعايزك كده نعمل زي ما بيقولوا كده U-turn. كريم اللي أنا أعرفه، أنا عِشت معاه جزء محترم من الرحلة دي، أمّا كنا بنتقابل بنصلي في المسجد مثلًا، أو كنت بانزل من ماليزيا أنزل نتقابل مع الشباب والكلام ده كله. رمضان، أيام جميلة والله. بس بشكل عام، إزاي كريم يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى قدر إنه يواكب مع الضغوطات دي كلها إدارته لحفظ القرآن؟ وللعلم، بعد ما أنا كلمتك وتواصلت معاك قُلت لي إنك ما شاء الله وصلت لحد 25 جزء في القرآن تقريبًا، ووقفت لأسباب معينة. أنا مهتم جدًا أعرف الأسباب، ومهتم جدًا أعرف إن إزاي في وسط الضغوطات دي كلّها، وشاب في الAUC في العالم اللي إحنا عايشين فيه النهارده ده، مهتم أوي بحفظ القرآن. إيه الدافع اللي زقّك لحاجة زي دي؟ بُص، أنا يعني مهما رجعت كده بالزمن هافتكر اللي حصل بالتفصيل. أنا فاكر فيه طبعًا ملامح. بدايتي لحفظ القرآن كانت على محض الصدفة. أنا كنت شاب عادي جدًا، يمكن الكلام ده بدأ في أواخر الثانوية العامة، يعني مثلًا تانية، تالتة ثانوي أو يمكن أولى ثانوي. بدأ الموضوع من هنا، وكنت شاب عادي جدًا، شِلَل ولاد وبنات والدنيا لذيذة في المدرسة وعادي جدًا يعني. في IG. وبعد كده قررت يعني أو ما قررتش، يعني أنا الصراحة كان في فترة يعني كان في فترة برضه كده في حياتي ما كانتش ألذ حاجة، فالواحد بيحس إن هو مخنوق، فقُلت أنزل أصلّي العِشا في المسجد. حاجة very random حصلت كده إلهية. رُحت صلّيت، فبدأت أحب الموضوع. كان ساعتها الشيخ علي لو تفتكروا في المسجد، صوته جميل، صلّى بينا، هتحس كده في راحة نفسية حصلت. خلّصت عادي جدًا وخرجت بعديها عادي جدًا ورجعت البيت وهكذا. وكان كل ما ييجي لي إحساس الضيق ده تروح إيه، تصلّي العِشا في المسجد. فبقت يعني مرّة، في التانية، في التالتة قابلت أخونا محمد ناجي ويمكن فاكر الموضوع ده. قابلني برّه وبيقول لي: إيه يا عم ما بتسلّمش علينا يعني وأنت ماشي." قُلت له: "أهلًا وسهلًا محمد بتاع." اتسلّمنا على بعض وكده. فقال لي: هي "على هي دخلته دي، very random." دخلته. والله دخل دخلة كده اللي هو ما بيسلمش علينا وبتاع. أنا اللي هو في حالي، أنا دايمًا ولا أعرف حد بقى. كان ساعتها الموضوع برضه مخيف، مسجد وناس وتقابل ناس وجماعات وبتاع، فتحس إن إيه، أنت برضه في سِنّة قلق، في إرهاب، في بتاع الكلام ده كله. ففي حالك يا باشا بتصلي وبتمشي. فلقيت محمد بيقول لي: "مش عايز تحفظ قرآن؟" فأنا باقول له: "آه والله الواحد يعني مقصّر وبتاع." وأنا أصلًا أنا في بالي، بس اللي هو طبعًا الواحد نِفْسه. قال لي: "خلاص بُكرة أقابلك في صلاة العِشا، احفظ صفحة وتعالَ نسمّعها." فأنا اللي هو فاهم، حسّيت إن أنا اتدبّست. وبعد كده روّحت، فتحت المصحف وقريت، الدنيا لذيذة. فقُلت ليه لأ، يالّا. وبدأت أتقابل معاه، وكان بيحفظ مع شيخ كده كان اسمه حازم برضه، ربنا يبارك له. كان بيُقف دايمًا، أنا فاكر كويس جدًا، على معاني الآيات. فقعدت سمعته وهو بيسمّع، وبعد كده سمّعت الصفحة بتاعتي وكده. وكان بقى بيقعد يوقّفنا على معاني آيات معيّنة، فنقعد في الصفحة دي ممكن ساعة مثلًا. فالموضوع استوقفني، ده الموضوع حلو.
وحسيت إن أنا عملت عمل خيري، فاهم؟ اللي هو مبسوط. ف فالراحة النفسية زادت، فبدأت أعمل الموضوع ده كل يوم. ونيجي بقى الحديث اللي هو أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكانت الصفحة دي، صفحة في اليوم، أنا فاكر كويس جدًا، صفحة ونيجي نسمّعها بالليل في العشا، ونحفظ صفحة ونيجي نسمّعها في العشا. فمع المداومة لقيت سبحان الله الواحد يمكن زي ما قُلت لك حافظ 25 جزء بالطريقة دي في الوقت ده. ف وفي الفترات الأولى أنا فاكر كويس جدًا إن الواحد بيلاقي تأييد غريب من ربنا. يعني أنت بتبدأ الخطوة الأولى، وبالذات في الخطوات الأولى في طريقك لقُربك لربنا، أنت بتلاقي فتوحات غريبة. تلاقي نفسك في الدراسة. أنا كنت باقول لك حتى ده الفترة دي كانت في أيام الIG، والIG أنا كل الcourses الحمد لله جِبت فيها star. ف وكانت بأقل مجهود. يعني مهما حكيت الموضوع ده أنا مش قادر أفتكر إن أنا كنت يعني الطالب اللي بيذاكر، لأن أنا كان معظم وقتنا هو بقى خلاص بدأت أبقى أصلّي بقى كل الفروض في المسجد على قد ما أقدر، وحفظ القرآن والكلام ده. فالواحد لمّا بيفتكر الأيام دي، طب أنا كنت باذاكر إزاي أو بالحق مثلًا أذاكر إزاي، لكن هي بتبقى تأييد من عند ربنا. لحد ما بتحصل بقى، وده رجوعًا لسؤالك، موضوع الاختبارات. يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فبتبدأ الفتن، كل واحد على حسب فتنته. أنت ممكن يكون فتنتك مثلًا بنات، ممكن واحد تاني فتنته موسيقى، ممكن واحد تاني فتنته خروجات مش عارف عاملة إزاي، واحد تاني مخدرات، واحد. فكل واحد ليه الفتنة بتاعته، بل وفي ناس بقى كمان أشد، بيبقى فتنة في حاجة ممكن تظن الناس كتيرة خير. يعني بمعنى إيه، ممكن تبقى فتنته في العلم بقى، فيغوص في العلم زيادة فيتشتت فيلحد مثلًا. ممكن واحد فتنته في الشغل، فينغمس جدًا لحب المال، وإنه ينجح ويعمل ويسوي. فكل واحد ليه فتنته وليه دخلته. فبدأت بقى الفتن، وبدأ تقبُّلك ليها. أنت هتعافر وتدوس وتكمّل والّا هتُقع؟ وطبيعي إنّك تُقع وترجع، وتُقع وترجع. فالواحد ما بيقولش إن هو كامل، لأ بالعكس، ده وقع في حاجات كتير. ويمكن بييجي لك في أول التأييدات دي، أو أول طريقك للدين، بييجي لك فكرة إن ده أنا كده بقى معصوم، فاهم؟ أنا مش هاعمل المعاصي بقى اللي كان الواحد بيعملها أو. أول ما ييجي لك الهاتف ده في دماغك، اعرف تأكد إن أنت هتُقع فيه يوم من الأيام. كان ده بقى بعد سنة، بعد 10 سنين هتُقع. فالواحد كان بيشوف الكلام ده في نماذج قدّامه، وبيشوفها على مستوى نَفْسه هو. يمكن أنا ما كنتش باحس الإحساس اللي هو أنا دايمًا باحس إن أنا متلصم، أنا كده الدنيا يا رب ما يحصلّيش حاجة، فاهم؟ لكن في ناس أنا كنت شُفتها بعيني يعني، كان بيقولها صراحةً، يقول لك: "يا عم أنا ما ليش في المعاصي بتاعة الشباب دي ولا مش". وبالاقيه بعديها بسنتين، 3، 4 بيرجع هو اللي مثلًا يكلمني ويحكي لي على قد إيه هو بقى مشي في اتجاه اللي هو كان زمان فاكر إن هو مش هيمشي فيه. فرجوعًا لسؤالك، طب إيه اللي خلّى الموضوع بعد 25 جزء إن هو ما يكمّلش؟ أعتقد الفتن، أعتقد انشغالك، أو أعتقد إن جات يوم مثلًا أنا ما حفظتش وحسيت الموضوع عادي. أنت ده كان علاقتك بربنا، وكان ثباتك على الموضوع ده هو اللي وصّلك للي أنت فيه. فليه تكسّل تعمله؟ من غير سبب، بس خلاص بدأت تركن الدين رقم 2 والّا 3 والّا 4 في حياتك. فواحدة مع التانية مع التالتة بتلاقي نفْسك اليوم بيسحب اليوم، بيسحب السنة، أنت وقفت وأنت مش حاسس. بل بالعكس ممكن تكون نسيت أصلًا الحاجات اللي أنت كنت حافظها. فدايمًا الإنسان ما يغترش، يستغل أول فترة دي في حياته، وأول فترة في الدين، إن هو يحاول يثبت على قد ما يقدر، يحاول يدوس بنزين زي ما بيقولوا، ويحاول يسمع من الناس اللي سبقته إيه الحاجات المطبات اللي ممكن يقابلها. ودايمًا يبقى متلصم. أنا مش هافكر في فكرة إن أنا عمري ما هاقع في الذنب ده، أو عمري ما هاعمل كذا. لأ، هتُقع، وهتلاقي نفسك بيتعرض عليك الفتنة دي لو دي فتنتك، وهتُقع فيها بس ترجع. فدايمًا في restart كده مع الدين. ده بييجي بقى عن طريق شهر رمضان، عن طريق ال10 الأواخر من ذي الحجة، عن طريق محرم، عن طريق. هتلاقي محطات كده، يوم عرفة، الكلام ده كله، الحج، العمرة، محطات دايمًا بتخلّيك تعمل restart في الدين، ودي ميزة. فاستغلّها وابدأ بداية جديدة، وحاول إن أنت تحسّن اللي فات، بس.
ف فده السبب اللي وقفت فيه، والسبب إن شاء الله اللي يخلّيني بعد كلامك أرجع تاني أفكّر، وتبقى أنت سبب في الرجوع إن شاء الله، وأبشّرك إن أنا أختم بقى ساعتها إن شاء يا ربي، ده يبقى أسعد يوم في حياتي، ويبقى الله. ساعتها أقول يا رب شكرًا إنك أقنعتني، زقّتني أبدأ مشروع talks ده. حبيبي. يا رب يعني ما تبخلش عليّا بنعمة زي دي رجاء. أوعدك إن شاء الله طيب إن أنا أدوس في الموضوع ده بإذن آمين، آمين يا رب، ربنا يقويك يا رب ويحفظك يا كريم. كريم أنا استوقفني أوي بداية القصة الصراحة. وأعتقد دي نقطة مهمة أوي، يعني أنا اللي عاجبني جدًا في طريقة كلامك وطريقة سردك للأحداث، واحد يا جماعة عادي، شاب عادي يعني له ميول وله فِتَن وزينا بالضبط وعايز يعمل وعايز يسوي، بس هو الفكرة كلها في أنت إزاي بتعرف تتملّك نفسك أو تتحكم في نفسك. هي الموضوع كله في الأول وفي الآخر في رأيي الشخصي هنا. ف ف فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى وجّهك وده ياما بتحصل أوي مع شباب كتير بيني وبينك، يعني اللي هو تحس بضيق أو تحس إنك مخنوق أو في drop جامد حصل في حياتك، بداية أيام الشباب صاحبتك سابتك، حسيت إنك شربت سجاير كتير أوي فحسيت إنك بتموت، كنت هتخش في حادثة موت بشكل عام، صحابك باعوك بعد أمّا عملوا لقطة معيّنة. أمثلة كتير أوي، وفجأة تلاقي إن أنت ملاذك كله في الآخر اتجمّع إن أنت عايز تفُك، عايز تنفِّس عن نَفْسك. شباب كتير جدًا اللي يصلّي ركعتين في البيت، اللي من غير ما يصلّي يروح نازل ساجد ويعيّط. باحس إن الموضوع فطري أوي يا كريم، فطري جدًا، يعني الفطرة بتاعتك بتصحى هنا وبتوجّهك. فأنت فطرتك خدتك المسجد مرّة، في التانية، في التالتة. وهنا بقى سؤالي، ربنا أنعم عليك بواحد أنت استريحت له نفسيًا وقعدتوا تتكلموا، فهوب راح جه قال لك طب ما يالّا نيجي بكرة إيه نحفظ نحفظ سورة أو نحفظ صفحة. وأنت لقيت نفسك اتدبست فجأة، بس اللي هو قُلت تجرّب، فالموضوع جاب صفحة في التانية في التالتة لحد ما شاء الله وصلت 25 جزء، بس بدأت هنا. وهنا عايز أتكلم أوي يا كريم عن concept الصُحبة الصالحة، بس ركّز معايا أوي بقى في النقطة اللي جاية دي، عشان أنا بجد الموضوع ده مثير للجدل. هل الصُحبة الصالحة شيوخ بتقول؟ هل الصُحبة الصالحة صلوات في المسجد 5 مرات ولازم والسُنَن و؟ هل الصُحبة الصالحة إني أبقى ماشي على الصراط المستقيم وما أقولش بِم؟ هل الصُحبة الصالحة ما عندهاش فِتَن؟ بالاقيهم إزاي؟ وإزاي أعرف هم دول صُحبة صالحة والّا مصطنعين؟ وفي نفس الوقت برضه هاتكلم بيها علنًا on air. موضوع الإسلاموفوبيا ده يا كريم، إن هو ده متشدد أو ده ماسك على نَفْسه أو ده ما أعرفش إيه، لأ، أنا ما ليش دعوة يا عم، أنا باصلّي والحمد لله والدين دين وسط. وهو أصلًا مش فاهم يعني إيه وسطية، بغض النظر يعني دي نقطة تانية، بس هو فاكر إن دي وسطية شاف الextreme ده. فإحنا بنلاقي شباب كتير. أنا عايز أوصّل لك النقطة عشان بجد عايز أسمعها منّك أنت بالذات. بنلاقي شباب كتير يبقى كان خارب الدنيا خالص، وفجأة ربنا أنعم عليه بالهداية، وأمّا ييجي يمسك طريق الهداية ده مش بيدوس بنزين. عارف أنت المقولة الإنجليزي يقول لك don't drive fast but fly slowly. هو يعني بيfly بقى. هو خلاص أنا القرآن ده بكرة في جيبي، أنا السنن كلها، أنا صيام يوم ويوم، أنا ما أعرفش إيه، وحفظ له حديثين وسمع سورتين ودخل درسين، خلاص يبدأ يخطب في الناس ويا جماعة يالّا ويالّا بسم الله. مش باقول إن ده وِحِش، بس اللي شُفناه في حياتنا وأعتقد أنت ممكن تتفق معايا في الكلام ده، الموضوع ده بيعمل relapse بشع. فإيه الطريق؟ يعني بُص أنا مش عارف السؤال إيه، بس I think أنت فاهم أنا رايح فين. فاهمك، لإن فقُل لي. إحنا جزء كبير عاصرناه مع بعض، ففاهم طبعًا قصدك مليون في المِيّة. هاعلّق على جملة أنت قُلتها إن دايمًا اللي خاربها هو بيبقى واخدها برضه extreme في الدين، وده صح، لإن ده برضه كان في حديث، ويمكن لو أنت فاكره برضه فكّرني بيه، اللي هو أشدكم في الجاهلية أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فالناس اللي كانت إمم. شديدة أو تقيلة وليها سُمعتها في الجاهلية،
هي نفس الناس اللي هتبقى تقيلة في الإسلام لو خدت الموضوع صح، لأن الدين برضه محتاج يتاخد صح. فاهم قصدي؟ محتاج يتاخد برضه بقوة، بس بينك وبين نفسك، مش بينك وبين الناس، مش في طريقتك أو الريبريزنتيشن بتاعتك للدين. وده اللي ياخدنا لسؤالك أو من حتة تانية. أنت النهاردة مطالب في الدين بحاجات أساسية، وفي فرعيات دي بقى بترقيك سلالم. الأساسيات هم الخمس أركان. حلو. شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. في منها كتير قوي مشترط بحاجات. يعني الصيام لو أنت مش قادر كتعبان مرضي أو كده، فأنت إيه، أو على سفر، فعدة من أيام أخرى. فشرط بحاجات. الحاجتين الحج نفس الكلام، لمن استطاع إليه سبيل. الحج النهارده بقى برقم، فان انت قادر تطلع الحج وربنا ييسر لك الحج. وفي ممكن تعيش وتموت ما حجتش، ومع ذلك انت عملت الايه، الاركان الاسلام وهكذا. حاجتين الوحاد هم الصلاه والايه، والشهاده. الشهاده ده بوابتك، تذكرتك للاسلام اصلا. والصلاه الحاجه الوحيده اللي مهما كنت، حتى لو انت مريض، هتصلي بعينك. تمام. يعني في حديث بيقول لك من استطاع، يعني بما معناه طبعا انا مش حافظه بالظبط، ولكن اللي هو من لم يستطع الصلاة العادية، فمثلا ايه، يقعد، ومن لم يستطع فعلى جنب. ولو بيوصل بعض الأحيان إن أنت تصلي بعين. ف... فدي الحاجة الوحيدة. البداية، ابدأ بالصلاة، ظبطها. يعني أنا بستعجب قوي من ناس كتير في رمضان مركز في التراويح وسايب الفرض. يعني تلاقيه في الصف الأول في التراويح، ورايح وجايب السجادة والسبحة وكله، ومواظب على التراويح. طب والفرض؟ لا عادي. طب الفجر اللي جدا، طب الظهر، طب هكذا. فركز في الصلوات. يعني انت لو في رمضان ده اخدت الخمس صلوات في المسجد اتقنتهم تمام قوي، احسن من 100,000 واحد بيصلي الليل كله. فالاساسيات دايما ابدأ بيها، انت كده تمام. بعد كده حاول تجاوب، احفظ قرآن، صلي بالليل لوحدك. ركز في الحاجات اللي انت مش مع الناس فيها. يعني ركز في صلاة الليل، الدعاء، الصدقة، الكلام ده كله. وبرضو أدومها وإن قل. مش قادر تصرف أو تتبرع ب100,000 جنيه، ب10,000 جنيه، ب1000 جنيه. تبرع ب100 جنيه، بجنيه. دلوقتي انستا باي حتى ممكن تحول جنيه. تمام. فأنت اعمل ده. يعني تبرع بجنيه كل يوم، تبقى أنت من المتصدقين كل يوم، بسمع كده من المتصدقين. وفي حديث دايما بفتكره، وهو بتاع سيدنا أبو بكر لما كان النبي قاعد، وكان قاعد أبو بكر والصحابة وكده، فبيتكلم فبيقول الرسول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فالصحابة بصوا لبعض، فقال أبو بكر: أنا. طب من عاد منكم اليوم مريض؟ قال أبو بكر: أنا. من أتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم بصدقة أو أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهو سيدنا أبو بكر الصبح كان محقق كل الكلام ده، تمام، أو في نص اليوم أو بالليل. القصد من هنا إن أنت يوميا، هو كان عنده تارجت، إن أنا هعمل أدومها وإن قل. وده اللي بيوصل الإنسان الجنة. فده كده طريقك للنجاح. طيب، أمثلة كتير بقى بنشوفها زي ما أنت ذكرت. ناس يعني أنا من الناس اللي قابلتها كتير جدا يمكن في موضوع الدين ده، لا أتذكر سوى اتنين، ممكن واحد أو اتنين هم اللي أنا بحسهم ناس يعني جود ريبريزنتيشن للدين. قصدي الاستثناء ده أنا مش يعني بشوف ناس كتير قوي وبجلاليب وكل شيء، ولكن لا يمثلوا الدين تمثيل صحيح. ويمكن أنا منهم. يعني أنا بقول لك أنا أهو، على المستوى الشخصي أنا ما بحبش الناس تبص لي إن أنا ريبريزنتيشن للدين، لأن أنا بعمل عادي جدا أخطاء وبقع في حاجات، والواحد بيحاول يصلح منها. ولكن آه، الموضوع صعب. الموضوع ان انت توصل ان انت تبقى فعلا شخص دين، مش مجرد بس ان انت الدين جزء من سمتك او كده، لا. تبقى فعلا في الاخلاق، تبقى فعلا في الفلوس، تتعامل مع ناس في فلوس تلاقي شخصيات تانية جدا. تتعامل مع ناس في سفر، في ان انت عايش معاهم، تلاقي شخصيات مختلفة.
ومع ذلك ناس بتوع دين برضه. فدايما كانت الصورة، ويمكن بقى الدراما المصرية ساهمت في اللي احنا شفناه، اني دايما يريبريزنت الشخص الدين ده بشخص وحش، شخص سيء. ومع ذلك الدين زي ما قلت لك هو مش سمت، هو اسلوب حياة. فانت لو اسلوب الحياة ده عايشه بطريقة كويسة مرضية ربنا، دايما بترجع للدين في امورك العادية، في الفلوس بقى، في ان انت بتتعامل مع واحد، في ان انت حتى في شغلك، في الكلام ده كله هتلاقي يعني الناس بصلك على اساس ان انت شخص كويس يعني، او تلاقي توفيق من ربنا في الحته دي، في ان انت فعلا ريبريزنتيشن كويس للاسلام. ولكن هي iteration على طول، بتحاول تعدل من نفسك وبتحاول تصلح وبتقع وهكذا. فمش عارف ده جاوب سؤالك ولا لا، بس احنا بنلف حوالين فكره ان فعلا في representations، ناس كتير قوي بتريبريزنت الدين وحش، وده مش مطلوب. بس حاول انت بقى كشخص، سواء انا، انت، الناس اللي شايفانا، الكلام ده كله، حاول انت تبقى ريبريزنتيشن. يعني ما تقعدش تعلق على فكره ده ما فيش حد بيريبريزنت الاسلام حلو. طب ما تبقى انت الحد ده. حاول إمم. حاول تعمل حاجه مثلا مفيده تجمع الناس اللي انت شايفهم كويسين، او يقدروا يعني يساهموا في صوره الاسلام دلوقتي تبقى احسن. بس يعني اتمنى يكون ده شويه لمس بعض الاسئله اللي انت حبيت تسالها. لأ أكيد الصراحة يعني أنا ال دايمًا بيبقى يعني باقعد باتكلّم مع شباب كتير جدًا بالذات في الموضوع ده، هو ديننا في الأول وفي الآخر ومهتمين بيه ومُعتزين بيه. بيبقى دايمًا هو الجدال أو الجدل بشكل عام بيبدأ إزاي، إنه هو شايف الدين إزاي وأنا شايف الدين إزاي، وإيه المفروض يحصل وإيه المفروض ما يحصلش، فبيسبب تفرقة. لأ، أوتوماتيك لمّا تتفرّق، لأ ده أنت متسيب، لأ ده أنت متشدد، لأ ده أنت ما أعرفش إيه، فبنبدأ ندّي labels للناس إحنا أقل بكتير جدًا من إن إحنا ندّيها لحد. هو في الأول وفي الآخر ربنا المُطّلع على القلوب وما تطبّقه الجوارح. يعني هو أنا عارف إنه ربنا في قلبي وكل حاجة، بس أنا باصلّي ما باصلّيش، أنا باصوم ما باصومش. عاجبني أوي إن أنت ربطت الموضوع بال5 أركان point blank. الموضوع بسيط. وعاجبني أوي إن أنت بعد كده استمرّيت ورُحت قايل كل ما هو دونًا عن ال5 أركان دول هو ترقية. فكّر فيها كده كإنّك في شركة، أنت عايز تجوّد من حياتك أو تعيد تعلّي جودتها أو تاخد مكانة أرقى في الجنة إن شاء الله، أو. الكلام ده كلّه بقى بيساعدك أو بيساهم في إنّك توصل للgrowth ده أو للgoal ده. فعاجبني أوي إن أنت خدتها ل ل و و واستندت في كلمة target. وأنا مش هاسيب target دي تعدّي على الفاضي وعلى المليان كده، ده أنا هامسك فيها جامد جدًا عشان أنا عندي حق معاكم. للناس اللي مش عارفة، كريم الشافعي بعد ما اتخرّج من construction engineering قعد شرب كوباية القهوة الجميلة بتاعته، وقعد في البلكونة. أنا طبعًا يا جماعة ب ب بافتكس دلوقتي، بس أنا باتخيّل مثلًا اللي داير جوّه دماغ كريم الشافعي. خَد كوباية القهوة، والله يا جماعة أنا خلّصت architecture ما عجبتنيش، خلّصت computer engineering ما عجبتنيش، طِب not my cup of tea. طَب construction engineering لأ الموضوع مش جايب هَمّه مثلًا. إيه رأيكم إيه رأيكم يعني أنا طبعًا إيه متأكد إن في قصص تانية، بس أنا بس من باب العلم بالشيء للناس. أنا النهارده باكلّم real estate consultant أصلًا. أصلًا بقى أنا باكلّم real estate consultant. فأنا الshift ده أنا عايز أخُش كده جوّه دماغ كريم الشافعي أفهم التروس اللي جوّه دي ركبت إزاي ووصّلتك للمكانة اللي أنت فيها دي النهارده. احكي لك قصه طويله. انا بعد ما اتخرجت كنت قبليها، يعني قبل التخرج كده في اخر سنه، كنت بشتغل سبلاي تشين انجينير اصلا في شركه. كانت الشركه دي ستارت اب، شركه باشمهندس محمد طموم في الاول، اللي هي حاليا هو يعني تفرع كده، كانت قصه. المهم عمل شركتين بعديها. كانت قبليها متجر، لو حد يعرفها، شركه استيراد وتصدير عربيات كهرباء وسكوترز وبيتش باجز وبيتش كارز. فانا كنت معاه في البدايه دي في اخر سنه للجامعه.
قُلت experience موضوع الشغل بجانب إن أنا كنت متخوّف، كان عندي تقديم لجيش، فأنا هاعمل إيه بعد ما أتخرّج؟ هيبقى في gap، هو دايمًا بيبقى في زي دفعات للجيش. فجيشي تقريبًا أنا فاكر بعد ما اتخرّجت كان في 6 شهور كده gap ما بين تقديم والكلام ده كلّه. فقُلت why not أستغل آخر سَنة في الجامعة ويبقى اسمي اشتغلت سَنة قبل ما أخُش معمعة الجيش. وقد كان، دخلت اشتغلت معاه فترة، وكانت فترة لذيذة، اتعلّمت فيها شوية حاجات، كانت بجانب آخر سَنة بقى في الجامعة، وبعديها طبعًا واجهت فكرة إن أنا قدّمت للجيش. كان ظنّي إن أنا مش هاروح، لإن أنا كان عندي مشكلة، عندي 3 ديسكات في ضهري، وكان عندي حساسية في صدري وقصة كده، فأنا قُلت أنا وِش مش داخل، أنا وِش مش داخل وبس ودخلت وقدّمت وكده، والحمد لله ربنا قدّر يعني إن أنا أخُش الجيش. فقعدت سَنة وشهرين في الجيش، اللي هم مركز تدريب بقى والقوى الأساسية وكده. كانت experience بقى يعني يعني عايز أقول لك أضافت لي، مع إنها طبعًا هي معاناة وحاجة صعبة، لإن أنت من AUC للجيش في فكرة مش بس طبقيًا، لأ فكرة إن أنت مش حُر نَفْسك بقى، خلاص انسى بقى الحرية اللي أنت كنت عايش فيها دي. أنت النهارده أكنّك موظّف، بس موظّف كمان بمواعيد أجازة، بأورنيك عيادة لو عايز تروح المستشفى لازم تقدّم طلب، يعني قصة مرعبة شوية لأي حد في الوسط اللي إحنا فيه. بس وبتاخد orders من ناس يمكن مش متعلّمة نفس تعليمك، مش عايشة نفس حياتك، بل بالعكس في ناس منهم كانت ممكن تكون يعني بترخّم عليك لإنها خلاص عرفت إن أنت من الطبقة دي، فيعني ممكن أدوس عليك شوية زيادة وهكذا. فكانت experience بالنسبة لي أضافت لي. ليه أضافت لي؟ لإن هي في الأول والآخر بتكسر عندك بعض الحاجات اللي ممكن تكون رواسب كده في شخصيتك ليها علاقة بأنا وأنا عملت وأنا المهندس وأنا. فلازم كانت دي تتكسر عشان تعرف إن في نِعَم أنت خلاص عدّيتها كده أخدتها for granted وهي لأ، مين قال لك؟ النهارده إن أنت تبقى جات على بالك أروح أشرب coffee من مكان معيّن أنا نازل، ده فين ده إن شاء الله في يعني فاهم، مش هتاخده. تبقى تاخده بقى بquality يعني فاهم، أقل بكتير، ده لو عُزته أصلًا، ده لو اتوافقت. آآ طَب تروح الحمّام، ده حتى الحمّام يعني أنت ليك مواعيد. في ومَيّة مش موجودة السخنة في عِز البرد، في عِز الشتا، فأنت هتستحمى بمَيّة ساقعة. أنا دايمًا من هواة الحُمَى بمَيّة سخنة يعني، باحب المَيّة السخنة جدًا. فيعني دي مثلًا نِعَم بسيطة أنت كنت واخدها عادي جدًا، سخّان وبتفتح المَيّة السخنة وبتنزل وتطفيها وقت ما أنت عايز، ممكن تسيبها شغّالة عشان تسخن شوية وبعد كده تخُش لها، يعني فاهم قصدي؟ لأ، هناك مواعيد وعندك وقت معيّن وهتستحمى بمَيّة ساقعة وهتاخد برد وهتعيا فكانت معاني مختلفة شوية، أضافت في الشخصية شوية rigidity كده للشغل. بعد ما اتخرّجت من هذه القصة يعني، والحمد لله كان وقتها أنا بالنسبة لي آآ حدث إن أنا بقى طالع من الجيش هاشوف بقى حياتي، ومبسوط جدًا إن أنا اكتسبت حرية. فدي لوحدها بالنسبة لي حتى لو اشتغلت أي حاجة أنا تمام، أنا مبسوط. هاقدّر النِّعَم، هارجع تاني أقدّر النِّعَم اللي أنا كنت فيها. وجات فترة بقى كده كمّلت في supply chain لفترة، قعدت يمكن سنتين بعد خروجي من الجيش، لإن أنا كنت باقدّم في حاجات ليها علاقة بconstruction، وده رجّعنا للنقطة الأولانية بتاعة إن ربنا ساعات بيحُط حاجات كده عشان هو راسم لك طريق معيّن. فأنا اللي حصل إن أنا قدّمت في construction، ما رفضتش الفكرة، وسألت صحابي وفي ناس عملت لي referral يعني وكده. وجالي أكتر من offer، جالي حتى offer برّه مصر، يمكن ناس كتير يعني مثلًا من صحابي ما يعرفوش القصة دي، لكن أنا كنت رافض فكرة السفر على سبيل المثال. أنا بالنسبة لي أهلي وصحابي والجو ده بالنسبة لي ما يُقدّرش بفلوس، يعني فرفضت ساعتها العرض اللي جالي برّه ده، وجالي شركة من الشركات القوية أوي الmultinational هنا في مصر JLL. ولكن في مشكلة كبيرة بقى كانت واجهتني، أنا خارج من الجيش عايز أعمل فلوس، يعني أنا عايز أشتغل وأعمل فلوس. JLL كانت عرضت عليّا إن أنا أشتغل من 6 شهور لسنة من غير مرتب.
وبعد كده باتعين بمرتب أساسي، فكان ده challenge. هي بتدّي مرتبات حلوة بعدين، ولكن هاعمل أنا إيه في 6 شهور لسنة دي؟ أنا عايز فلوس، أنا عايز فلوس، فكان ده هدفي، فرفضت برضه. فكمّلت supply chain إلى أن حدث موقف كده معيّن في الشغل. آآ أنا كنت باحس دايمًا وأنا في الشغل إن أنا باخلّص اللي عليّا، ويمكن باعمل فيه نجاحات بدري، بدري. يعني مثلًا لو أنا شغلي كان بادئ من 09:00 ل17:00، فأنا على الساعة 12:00 كده 13:00 باكون خلّصت كل حاجة. باتعجب بقى إن بييجي آخر الشهر بيتخصم لي، طَب أنا بيتخصم لي ليه؟ عشان جيت 5 دقايق أو 10 دقايق متأخر. أنا معاك إن المواعيد هي شيء أساسي في الشغل، ولكن في شغلانتي أنا كان الموضوع efficiency أكتر. أنا في الأول والآخر ليّا target، تمام، فأنا طول ما أنا باحققه سيبني يا عم أتأخر ال5 دقايق دي، 10 دقايق، أنت عارف المصريين برضه فيهم حتّة كده ليها علاقة بالوقت يعني، فدلّعني شوية أنا بادلّعك. فكان بيستوقفني أيوه. فكرة إن أنا بيتخصم لي. طَب أنا باجي بابُص بقى، فجيت مرّة رُحت للHR ساعتها قُلت له: "أنا اتخصم لي ليه؟" فالمهم ورّاني كده الجدول، لقيت فعلًا أنا متأخر 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، بتاع، ولكن في الأول والآخر أنا ما بامشيش 5، أنا بامشي 7 و8 وساعات 10 على حسب متطلبات الشغل. فأنا زي ما أنت هتخصم لي، طَب ما أنا عندي overtime. فبصيت فلقيت الخصومات أنا مثلًا إيه، إجماليهم ممكن يكونوا مثلًا 45 دقيقة تأخير في المُجمل في الشهر كُلّه، ولكن جيت على ناحية الovertime لقيت 35 ساعة. فأنا أنت النهارده عشان 45 دقيقة تأخير، أنا مدّيك 35 ساعة شغل. فلقيت بقى بيتقال لي كلام من اللي هو لأ، لازم الovertime ده يبقى بوافقة مديرك المباشر و ومكتوب وممضي ومش عارف إيه، كلام اللي هو تعجيزي أكتر. لإن أنا في الأول والآخر ما هو أنا مش هاقعد عشان أنا باحب الشغل أوي كده يعني أنا باقعد عشان متطلبات الشغل، فأنا مش من حُبّي أوي للشغل ساعتها يعني. فده كان سبب من الأسباب اللي ممكن تبان تافهة جدًا، مشياني من الشغل اللي هو supply chain ده. ساعتها قررت بين يوم وليلة أنا مش حابب الموضوع ده، فأنا قررت وقتها هاسيب الشغل، وما كانش عندي حاجة بديلة أو ما كنتش لسه قدمت في حاجة، ومش هاقبل ده. وهاقعد إن شاء الله لو قعدت في البيت هاقعد أعمل business. كان ليّا برضه تجارب وأنا في الجامعة بقى وأنا في المدرسة برضه، ليها علاقة بالتيشيرتات والحاجات دي. كان مع قريب ليّا يزيد سليمان ممكن تبقى أنت عارفه، وعملنا أيوه. فعلًا نجاح فيه، بس ما كمّلناش برضه كعادة الشباب يعني في وقتها. فقُلت why not الواحد يبدأ يفتكر، يعني يفكّر في فكرة يعملها وكده. وكان قابلت برضه واحد صديقي بالصدفة وأنا بالعب كورة، اتكلّمنا شوية، قُلت له: "أنا لسه والله مستقيل من الشغل، ما تيجي نعمل حاجة." فقال لي: "يالّا بينا." طَب نعمل إيه؟ قعدنا نفكّر، جات لنا فكرة ليها علاقة بالتعليم في مصر، وقُلنا نعمل application مخصص يعني بالتعليم، شبه الmentor دلوقتي لو أنت تسمع عن الmentor. آآ أيوه. إمم. فجالنا الفكرة دي وقدّمناها في AUC Venture Lab ورُحنا آآ لinvestors وكده، وفعلًا قدّمنا وسط الcompetitors يعني، وصلنا لمرحلة حلوة أوي. يمكن في آخر مثلًا إحنا كنا 200 حد، اتصفينا بقينا 25. وبعد كده في مرحلة بقى اللي هي MVP minimum viable product، لازم يكون عندك application شغال وكده. فكان ساعتها حصل لنا drop، لأن الشخص اللي إحنا بنتعامل معاه كان عنده ماسترز وما كانش فاضي أوي، فما قدرناش نعمل الapplication ده في ميعاده، وبالتالي يعني طلعنا من القصة دي. كان كل ده على فترة سنة ما بعد خروجي من supply chain وقعدتي في البيت. وعايز أقول لك لفتة هنا، إن أنا في السنة دي أنا فاكر كويس جدًا إن أنا عملت فلوس قد بالضبط المرتب اللي أنا كنت باخده في الشركة اللي أنا استقلت منها. فحسيت، طب هتقول لي عملت فلوس دي منين؟ من حاجة عبيطة جدًا. كان في وقتها الNFTs، ما أعرفش الناس من هنا هتبقى عارفاها والّا لأ، حاجة ليها علاقة يس. أنا كنت باشتري وأبيع NFTs يعني وقتها. ف فكنت باعمل منها فلوس والله العظيم بجد، بجانب الفكرة اللي أنا كنت عايز أعملها. فلمّا جمّعت لقيت إن أنا عملت بيها فلوس قد المرتب بالضبط. فحسيت إن هنا رسالة، إن أنت الرزق نوعين، في رزق هو كده، كده هييجي لك، كده، كده هييجي لك، وفي رزق بالسعي.
هتوصل لمراحل تانية من الرزق لو you unlocked فكرة السعي في الموضوع ببذل أكتر. لكن في رزق أنت كده بتاخده، اللي هو منها قعدتك مثلًا مع والدك ووالدتك وبتاكل وكده، ده رزق، تمام؟ فلوس جاية لك لو هي هتيجي لك، ما لهاش علاقة بسعيك. فلقيت إن أنا بقى محتاج أعمل حاجة. جات لي مكالمة تليفون أنا فاكرها جدًا من قريبي يزيد سليمان، shout out ليزيد. وهي دي اللي غيّرت بقى، دي الturning point في حياتي يمكن. أوه. إن هو جه قال لي: "أنا شغال في real estate بقى لي فترة، وأنا بقيت team leader أو داخل على ترقية team leader، فما تيجي معايا، real estate حلو وكده." فقُلت له: "real estate هنشتغل بياعين يا يزيد وبتاع ومش عارف إيه." إن إحنا فكرتنا عن الconsult ما كانت زمان هو سمسار ما فيش غيره، هو اللي بيجيب الشقق وبتاع. أيوه. فأنت من مهندس مدني خريج الجامعة الأمريكية إلى سمسار، فدي كانت فاهم؟ طبعًا غير متقبّلة إطلاقًا عند عيلتي وأهلي الفكرة دي. ولكن قُلت بقى يعني إيه، أنت مش خسران حاجة. أنا كنت ساعتها 28 سَنة، فأنت لك أن تتخيل 28 سَنة بابدأ بداية جديدة خالص في مجال أنا ما أعرفش عنّه أي حاجة، ولازم أنجح برضه. دي ترجعنا للنقطة الأولانية اللي قُلت لك عليها في فكرة construction. أنا اخترت construction لإن أنا خلاص أنا ما ينفعش أختار حاجة تانية، أنا لازم خلاص انجح بقى في construction حتى لو دي مش مناسبة ليك. وقُلت نفس الكلام، رُحت هو كان مشجعني قال لي: "بُص هو أنت هتبقى معايا في الteam وهنزُق بعض في الأول، وأنا خبرة فهادّيك خبرتي على طول وهاهتم بيك." وبتاع. طبعًا رُحت عملت الinterview وقتها أنا فاكر، واتقبلت على طول. هُم بالنسبة لهم يعني مش كتير أوي يعني حد من AUC ومهندس وكده ييجي يشتغل real estate، فكان بالنسبة لهم يالّا أنت accepted على طول وهتبدأ من بُكرة كده. وفوجئت إن أنا مع حد تاني خالص في الteam غير يزيد. قُلت له: "إيه يا ابني أنت مش هتاخدني معاك والّا إيه؟" قال لي: "للأسف رفضوا عشان ما ينفعش 2 قرايب يشتغلوا مع بعض، هيحسّوا إن فيها شوية ممكن إن الteam leader يميّل مثلًا leads معيّنة ناحية قريبه أو كده." فقُلت خلاص بقى إيه، خربانة، خربانة، أنت هتدوس في الreal estate و ولازم تنجح فيه بأي طريقة، لإن 28 سَنة أنت لسه ما حطيتش رجلك على المجال اللي أنت عايز تنجح فيه. فأنت بقى بُص سَنة ما تتكلمش معايا يا كريم. أنا بقى بيني وبين نفسي، كريم ما تتكلمش معايا مع نفسي، أنا هاقعد سَنة زي ما جات، وهابذل فيها طاقتي على قد ما أقدر، وأشوف إيه اللي مستخبي لي في الموضوع ده، وهاخد الreal estate من منطلق هندسي أكتر. فأنا كنت باجوّد عليه، يعني باعمل excel sheets بادخّل بقى formulas وequations في حسابات ليها علاقة بالinvestment. فاقدر أخاطب شريحة ناس investors مختلفين بطريقة مختلفة، طريقة مهندس. وبدأت المجال ده، وربنا بقى وفّقني فيه من أول شهر 3 2023، كان تزامنًا مع قبل التعويم والحاجات دي، إلى يومنا هذا بقى أنا لسه في real estate. لكن في برضه حتّة يعني حابب إن أنا أذكرها، إن أنا وقتها لمّا جات لي مكالمة يزيد دي، أنا فكّرت في إيه، إحنا في مصر وتعويمات كتير، وكان حصل ساعتها تعويم أنا فاكر. فقُلت أنت مهما كان الposition بتاعك في الشغل في أيًا كان الشركة، في شركة multi national، أنت هتقبض كام؟ قعدت أحسب، يا عم هتقبض 50,000 جنيه في الشهر، 100,000، 150، 200. فقُلت لو جه تعويم واحد من التعويمات اللي إحنا كنا بنشوفها دي، أنت فلوسك قلّت النُص. قلّت النُص ليه؟ لإن إحنا كان اللي متابع، إحنا كنا مثلًا دولار عامل 3 جنيه، وبعدين 5، وبعد كده 7، وبعد كده 14، كده من 15 للتلاتينات، وبعدين من 30 ل45، ووصل ساعتها سوق سودا 70، وكان هيعلى عن كده. فكل التعويمات اللي كانت بتحصل دي كانت بتreflect في قيمة الفلوس بالنسبة لي. أنا النهارده كان ممكن هو في الأول والآخر الأيفون مثلًا ب$1000، فالأيفون ب$1000 والدولار ب15، يعني 15,000 جنيه، وأنت بتقبض بالمصري. طيب النهارده fast forward، أنت بتقبض 50 بس قيمتهم 25 بعد التعويم، وبعدين قيمتهم يعني بتقل أكتر وأكتر وأكتر. فحبيت فكرة إن أنا أشتغل شغلانة ليها علاقة بالcommission. أنا النهارده ليّا مرتب إمم.
ولكن الكوميشن unlimited. انت ممكن لو سعيت اكتر واجتهدت اكتر وفتحت تشانلز اكتر توصل لعملاء اكتر، وبالتالي تاخد كات من سلعه اوريدي متقيمه بالدولار او ليها علاقه بالدولار. في اي تعويم بيحصل هو الريل استيت بيغلى، وبالتالي الكات بتاعتك من حاجه اغلى بقت ريلاتيفلي تديك نفس الايه، اللايف ستايل او نفس المعيشه او نفس الانكم او كده. فدي كانت فكرتها هندسيا اللي خلتني اقتنع ان انا اروح لشغلانه سيلز. وقلت اشمعنى سيلز ريل استيت؟ لان سيلز ريل استيت هو ريل استيت اغلى تقريبا سلعه بتتباع في مصر، وبالتالي واهم سيكتور يمكن في دخل مصر حاليا، فهو مهم. وبالتالي انا لو قدرت انجح فيه وقتها هبقى في حته كويس. وده الفكر يعني اللي جالي. ومن هنا بدات اجتهد. يمكن كنت بروح افتكر في 23 الشغل من 11 الصبح، كنت بروح 11 12 بالليل. انا كنت 12 ساعه ديديكيتد للشغل وفقط. ده بقى اثر عليا من ناحيه تانية اللي هي الناحيه مين الدينيه وقتها، وخلى الموضوع بقى خلاص العبادات بقت مجرد آه، حركات بعملها. فاهم قصدي؟ يعني انا بلحق بقى الصلاه يا دوبك خارج من ميتنج فاصلي كده، ما فيش روح في الحاجه نفسها. وده بقى الوحش ده لما الواحد بيرفلكت دلوقتي ما بقاش عنده نفس الروح اللي هو نازل يصلي في المسجد. الكلام ده كان ليها احساس او واقع عن نفسه مختلف. فبيرجع تاني لنفس السؤال، هل انا هو ده النجاح بقى؟ انا اخترت نجاحي في الشغل وقتها ونجحت في الشغل، فربنا اداك فعلا على قد تعبك في الشغل، ولكن قصرت فين الدين، فين الحياه، فاهم قصدي؟ فين العيله، فين الكلام ده كله؟ ما كنتش بشوفها. ترجع يا دوبك انام اصحى تاني وهكذا لمده. احنا بنتكلم يمكن دلوقتي طبعا عشان انا اترقيت وكده، فبقى الموضوع بقى مش يعني بدري وكده، لكن زمان كان الموضوع متعب. ولكن لقيت الريفلكشن بتاعه، لقيت الثمره بتاعته في الدنيا. لكن محتاج بقى تريفلكت تاني، هو حلو. انت ده صح ولا لا؟ أنا فاهمك. أنا معرفتي دلوقتي بشخصيتك بالذات على مدار السنين اللي فاتت، إن صح التعبير، أنت واحد بتحب تلاقي نفسك أوي في اللي أنت بتعمله. ده بقى كان من اللينز بتاعة الميجر اللي أنت قعدت تغيّر فيه في الAUC لحد ما لقيت حاجة، وفي الآخر ما اشتغلتش فيها، بس إلى حدٍ ما هي ساعدت تفكيرك أو ساعدت نمط تفكيرك يتضبط إلى حدٍ ما، فبالتبعية أنت بقيت تستعملها دلوقتي في شغلك. آمم، واشتغلت كsupply engineer في شركة في مجال تاني خالص عن مجال الreal estate. ما حبيتش فكرة التقيُّد أو التحكُّم في موضوع الوقت والكلام ده كلّه، فبالتالي خدت قرار آمم، عفوي جدًا spontaneous زي ما بيقولوا، وقررت إن أنت تشتغل شوية في الNFTs وشوية في الbusiness side businesses وشوية في اللي أنا عايز أقوله إيه، إنه أنت إيه اللي أثبت لك إن الreal estate ده حاجة بتاعتك أنت، فأكمّل فيها؟ يعني أنا I think دي أكتر حاجة أنت مكمّل فيها، بسم الله ما شاء الله. إيه السر بقى؟ إيه اللي أنت لقيته في الreal estate؟ اتكلّم مع كريم الشافعي فخلاص تمام. هقول لك مفاجاه. انا يمكن عادي جدا اوبن لان انا في 2026 اديسكفر نفسي بطريقه مختلفه. يعني ممكن هكمل ريل ستيت كشغلانه، بس هحاول اضيف ليها حاجه جانبيه، حاجه لكريم. لان انا دايما حلمي من داي 1 ان انا عايز افتح حاجه لنفسي. ده يمكن حلم كتير من الانتربرينورز، يعني ان انت تعمل حاجه تبذل فيها المجهود اللي انت بذلته في 23 ده 2023 بس في حاجه بتاعتك. ودايما عندي الشغف، فده ان شاء الله هوصل له. انا يمكن ريل ستيت زي ما قلت لك خدتها من منطلق ان انا دي شغلانه ممكن تبقى مواكبه لمصر، وممكن تبقى فعلا كعائد بقى مادي. لان انت فعلا في الاول والاخر انت محتاج عائد مادي في مصر هنا بالذات، لان في سيكتورز كتير ممكن وانت بره بيبقوا كفرد هيلث انشورنس معين بشكل معين. حتى في الحياه الطبيعيه حاجات كتير كفرد من الحكومه يمكن بقى
aiding بقى نَفْسه في أمريكا مثلًا بالاقي ناس من اللي معاهم green card وكده بياخدوا aids معيّنة من الحكومة وكده، ولكن أنت هنا في مصر تقريبًا أنت المسؤول عن حياتك. آآ فدي محتاجة فلوس، محتاجة فلوس ومع التعويمات ومع الinflation والكلام ده كُلّه والتضخُّم، أنت محتاج تواكب الكلام ده كُلّه. فأنت هتواكبه لو عرفت طبعًا تواكبه بشُغلانة ثابتة. في ناس بتفضّل الكلام ده وده لا يعيبهم يعني. لإن في ناس بتلاقي الكلام ده في شُغلانة ثابتة وبتنجح فيه. ولكن أنا دايمًا على المستوى الشخصي بادوّر أو بافضّل فكرة إن أنا أبحث عن شغفي في حتّة ليها علاقة بالentrepreneurship وكده يعني. نِفْسي أعمل حاجة لنَفْسي ولذلك كانت الreal estate أو الدافع بقى اللي بييجي لك وبيخلّيك مكمّل هو فكرة الفلوس mainly في الreal estate والنجاح اللي ليه علاقة برضه الترقيات. يعني أنا كنت باكتسب ترقيات وفي نَفْس الوقت باكتسب فلوس باقدر إن أنا يعني أشيل هادر كبير من هادر اللي موجود عند الشباب اللي ليه علاقة بالماديات وكده. لكن طبعًا بتكتشف إن أنت كل ما بتعمل أو بتحوّش أو بتكسب فلوس أو كده، بتلاقي ضغوطات أخرى ليها علاقة بإن أنت النهارده عشان وليكن على سبيل المثال تتجوّز والّا ترتبط أو كده، لأ في ماديات كبيرة. في برضه مدرستين، المدرسة اللي يقول لك إن شاء الله هتتوكّل على الله وكده وهتيجي يعني زي ما بيقولوا بتساهلها كده والأمور هتتيسّر وهتلاقي نَفْسك رزق بيزيد وده عكس شخصيتي تمامًا بقى. يعني أنا مع إيماني الشديد بالموضوع ده، إلى أني في حتّة جوايا كده ما باقدرش آخُد الخطوة بتاعة إن أسيبها أوي، فاهم قصدي؟ لظروفها. فده اللي بيخلّيني أبقى حاطط في بالي لأ أنا عايز أعمل حاجة معيّنة، أبقى stable بشكل معيّن قبل ما آخُد أي خطوات ليها علاقة بحياتي. وده اللي يمكن مخلّيني دلوقتي أميل ناحية فكرة أنا عايز أعمل حاجة لنَفْسي. لإن أنا في سِنّي دلوقتي مثلًا مش مرتبط وكده، فأنا عايز آخُد step ليها علاقة بإن أنا أعمل business. لإني لو ارتبطت ولو بقى الواحد مثلًا بقى عنده family وأولاد وكده، هتعمل ده إمتى؟ هتعمل الحاجة اللي نِفْسك فيها ده، هيبقى القيود أكتر، فهتضطر تاخُد يعني مجهود أكبر في إن أنت تعمل ده أو تفرّغ له وقت. فممكن تexpect shifting career أو مش shifting career يعني إضافة للcareer بتاعي في 2026 ده أنا بافكّر فيه جديًا. لكن سؤالك اللي هو ليه علاقة أنا استمريت فترة طويلة فعلًا في الreal estate ده كان نتيجة إن أنا لقيت ترقيات، فبقيت بتنجح في مجال معيّن، ولقيت الحمد لله نجاح في موضوع الماديات يعني أو الفلوس أو كده. اهم. لأ الصراحة عاجبني الصراحة يا كريم الطريقة اللي أنت بتجاوب بيها على السؤال، اللي هو بتدّينا كده المختصر أو الintroduction بتاع الجواب اللي أنت هتقوله، فالناس تبقى فاهمة إلى حدٍ ما أنت جاي منين، أو إيه اللي أنت هتبدأ تشيره مع الناس بشكل عام. عاجبني أوي إن أنت لقيت اللي بيكلّم شخصيتك، أنت لقيت مكانة، لقيت احترام، لقيت تقدير، لقيت ترقيات، فده خاطب شخصية كريم أو احتياج كريم من الشغل، وفي نفس الوقت قُلت إن مجال الreal estate فهو بيواكب الموضوع لمّا جيت ترجمت الموضوع بشكل الcommission فده ممكن يواكب موضوع التعويم لو حصل تعويم تاني أو ما حصلش أو، فهي زي ما بتقول كده حاجة زي آمم مش safe haven بس it's a safety net. بتدّيك فرصة إن أنت تتنفّس إلى حدٍ ما، لو حصل في الأمور أمور اقتصادية. جميل. كريم أنا عايز الصراحة أسألك سؤال كده تاني، ليه علاقة بالفلوس بقى، ليه علاقة بالفلوس. أنت النهارده واحد عندك 31 سَنة، ما شاء الله خرّيج جامعة محترمة وعريقة جدًا، أو زي ما بيقولوا كده بالبلدي أو بالشعبي عليك الطلب. زي ما أنت حتى قُلت لي، أنت لمّا قدّمت في شركة الreal estate شافوا الشهادة، فأنت you automatically got accepted. فدي بتبقى luxury والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيها. السؤال هنا بقى، هل كريم فكّر إنه أنا عارف إن أنت جيت قُلت لي قبل كده إن أنا مرتبط جدًا بأسرتي بأصدقائي والموضوع ده لا يُقدّر بثمن وده شيء أنا أحترمه جدًا. ده بالعكس يعني أنا باحس إنه الفكر ده قَل أوي اليومين دول.
بس في نفس الوقت أنا شايف كريم مثلًا من القيم الكبيرة عنده هو المال، وده شيء مش وحش، تمام، حلو، المال، وفي نفس الوقت بنفس العقلية دي وصلّح لي إن أنا غلطان، أنت لو سافرت برّه مصر وبوظيفة فقط، هل ممكن تعمل اللي أنت بتعمله في مصر؟ والّا ييجي هنا بقى الصحاب بقى ال الكلام بقى الجميل ده كله يثبّت كريم في مصر تاني؟ أنا عايز أعرف بقى دماغك هنا فيها إيه يعني، إيه الفكرة؟ بُص، يعني سؤال حلو جدًا، جدًا، وطبعًا فكّرت فيه. أنا من نوع أنا overthinker بطريقة مش طبيعية يعني. باحسب كل حاجة، يعني صحابي يمكن في أي حاجة ليها علاقة بالفلوس أو الماديات أو الحسابات أو كده أو الanalysis هم بيرجعوا لي، لإن هم عارفين إن أنا هاحسبها من جميع إلى حدٍ ما. فأنا باحسب الموضوع من وجهة نظري. أنا باشوف مصر فيها potential رهيب للفلوس كده، كده. يعني أنا باشوف إن جميل، ممكن تعمل مع الظروف دي كلّها في مصر فلوس وتقدر تsustain جامد جدًا. وده باشوفه عايز أقول لك في الناس اللي حواليّا، حتى الناس من الطبقة البسيطة. أنا ما باقدرش أستوعب هو إزاي واحد ممكن يقبض مثلًا أرقام اللي هو بقى 2000 و4000 والكلام ده، ويقدر يعيش ويصرف على أسرة خُد بالك أنت في مصر تقريبًا نُص الناس تحت خط الفقر. طَب الناس دي إزاي أصلًا قادرة تعيش؟ فاهم قصدي؟ ده بيستوقفني ليه؟ لإن أنا باحس إن مصر هو بيقدر يصرّف أموره هو، ما تقلقش هو هينجح. ولذلك في يعني resilience مرعب في المصريين، في أسلوبهم في الحياة، في إن هو مكمّل ومعافر وكده. وبالاقي إن دايمًا بتلاقي figures كده معيّنة في برّه مصر هي ناجحة وتلاقيهم مصريين. ف فهو المصري حُطّه في أي حتّة هيadapt وكده. ضيف على الكلام ده كلّه الهندسة. فأنا متأكد مليون في المِيّة لو رُحت برّه هadapt، ولو رُحت في أي حتّة ده اقتناعي بنَفْسي ويمكن يعني إيماني بنَفْسي أو ثقة أو كده، إن ربنا هيوفّق لي ظروف إن أنا هانجح في أيًا كان المجال اللي أنا عايز أعمله. بس أنا بافضّل ليه دايمًا مصر، لإن أنا باشوف فعلًا، فعلًا، فعلًا موضوع العيلة والأصدقاء وكده، الموضوع ما يتعوّضش شوية. ويمكن في الوقت اللي جالي فيه offer بتاع برّه ده، أنا فاكر كويس جدًا إن أنا أخدت Uber. ف فلقيت واحد مهندس برضه، كان هو الdriver يعني. وبنتكلم وبندردش، طب إيه أنت كده؟ قال لي: أنا عايش طول عمري في السعودية. طب أنت جيت مصر ليه؟ أنا بقى مستغرب، أنا كنت لسه ساعتها في بداية المشوار يعني. فباقول له: أنت جيت مصر ليه وإيه اللي خلّاك تسيب برّه؟ فقال لي: تخيّل، لك أن تتخيّل إن أنا بادفع فلوس عشان أشوف أهلي. قصده إيه؟ قصده إن هو لو عايز يشوف أهله طبعًا في السعودية في كفيل وقصة وما ينفعش تنزل مصر وكده، فبيدفع فلوس عشان يجيبهم يشوفهم. فأنا الجملة دي استوقفتني في الوقت ده. قُلت هو برضه الغُربة ليها تَمَن، إن أنت ممكن تدفع فلوس عشان بس مثلًا تحضن والدتك والّا تقابلها والّا تتكلم معاها والّا الكلام ده كلّه، أو تشوف عيلتك أو كده. فاللقطة دي أنا دايمًا باقف عندها. باشوف هل أنا عايز أوصل حياتي المهنية لنجاح أوي مقابل إن أنا أستغنى عن اللقطة دي؟ أو هل أنا عايز برضه الحياة تاخدني أوي وما أقابلش صحابي؟ أنا ممكن أعمل صحاب برّه، بس هل برضه المصريين مش عارف. أنا برضه أنت تقول لي بقى أنت خبرة أكتر برّه. هل المصريين دول لأ عايز حلقة لوحدها، عايزة حلقة لوحدها أيوه، دي. بجد. فباحس لأ، إحنا فينا روح برضه يعني. مش عارف، أنا ممكن أكون غلطان أو ما جرّبتش. بس أنا باسافر بقى فُسح، يعني رُحت ألمانيا وشُفت الناس وبتاع. باحس الناس برضه في حالها، ناس strict أوي شغل، وبعد كده بقى يخربوها يوم السبت والحد في أجازاتهم. بس أقصد أقول إيه، يعني ناس كده. أنا عايز المصري ده، مش لاقيه، فاهم؟ فده اللي بيحببني دايمًا في وجودي وباحس إن والله في مصر في opportunity إن أنت تعمل فلوس. بس حاول تعافر وتدوس وتكمّل، لإن الصعوبات كتير. أنت دايمًا واحد برضه كان عايش طول عمره في الإمارات، صاحبي يعني، فبيقول لي حاجة ليها علاقة بإن
في جزء كده في الإمارات اللي ليه علاقة مثلًا بتجديد الهوية وزي البطاقة عندنا والكلام ده كله، بياخد دقايق دلوقتي applications وقصة. أنت هنا بتاخد ممكن أسبوع والّا 2 عشان تخلّص الحاجة. فبيقول لي إحنا في جزء من عندنا من اللي هو معاناة المواطن المصري مش موجودة برّه، أنت فاهم قصدي؟ فالحتّة دي ملغية، حتّة الstruggles اللي ليها علاقة بالأوراق الحكومية والكلام ده كلّه، مثلًا في حتّة زي الإمارات، هو مرتاح منها، هو مش بيفكّر فيها. أنت هنا شايل هَمّها وشايل هَم المشوار وهاقعد هناك وهاسوي وهادّي الراجل مثلًا رشوة والّا يخلّص لي فباحس إن لأ، هو في مصر أنت إحنا ماشيين يعني هنقدر أنا حاسس إن إحنا هنقدر نوصل للمرحلة دي، بتاخد مننا وقت ومجهود أكبر، وفي struggle زي ما قُلت لك إن أنت تعمل مثلًا أوراق ليها علاقة بالشركة وإن أنت تعمل برّه مثلًا في الصين أنت ممكن تعمل شركة ومصنع تحت السلِّم عادي في بيتك ومترخّص وكل حاجة. فالموضوع عندنا هنا أصعب، ولكن الصعوبية دي خلِّت بقى كوّنت شخصية عندك إن أنت قادر زي ما بيقولوا كده تدوس وتفحت في الصخر عشان توصل للهدف اللي أنت عايزه. فأنا باشوف إن مصر فيها opportunity لإن إحنا مهما كان إحنا كام، إحنا 180.000.000 دلوقتي والّا كام مش فاكر يعني، المهم إحنا رقم كبير أوي. ف ده غير طبعًا الناس اللي إيه، اللي مش متسجّلة والكلام ده كلّه، لكن أقصد أقول إحنا عددنا كبير، فتقدر تكتسب من العدد ده شغل، فلوس بقى سواء real estate سواء حاجة product أنت بتبيعه، أنت ليك accessibility لعدد كبير من بني آدمين، هتخاطبهم وهتقدر تنجح، وشُفنا أمثلة من ده كتير. ودايمًا بارجع لنفسي عشان كده عايز أعمل حاجة لنفسي، لإن أنا بارجع باقول طب ليه أنت ما تدوسش، ليه ما تحاولش، اسعى أيوه. وما تعرفش الدنيا هتروح فين. بس فعشان كده بارفض فكرة السفر، بس طبعًا في الأول والآخر هو لو مش عارف يعني ممكن بقى أبقى أدردش معاك يعني experience من حد برضه عاش برّه في حتت مختلفة، ممكن تنقل لي أو تغيّر مفهومي عن حاجة زي دي. هاقول لك ساعتها هاقول لك يا غالي تعالَ بقى ننقل لو سمحت، تعالَ ننقل، تيجي أنت هنا وآجي أنا هنا واسألني بقى الأسئلة دي، بس تفضّيني ساعات أنت أيوه عارف. نفسي نعمل كده برضه. لأ حقيقي والله عاجباني أوي فكرة إن أنت ربطت الموضوع برضه بالعقلية الهندسية، بما إن أنا مهندس فباقفشهم كده من بعيد بقى، أيوه، باشمهم. بنعرف بعض على فكرة. أنا عايز أقول لك إحنا 100 نُص الناس اللي أنا بِعت لهم في real estate تقريبًا مهندسين، من غير ما أعرف، يعني باعرف سبحان قدّام. الله. هو بنلاقي أيوه بعض وبنرتاح لبعض، ما تفهمش في إيه. أنا متحيّز جدًا العقلية بالضبط، العقلية واحدة، فهي الفكرة كلّها عاجباني إن أنت آآ أنا الصراحة باحترم جدًا، جدًا، جدًا الناس اللي هي قاعدة في مصر في ظِل الصعوبات والتحديات دي كلّها، وعارفة تعمل قرش. أنا ده I find it very inspirational بالعكس أنا بابقى عايز أقعد على ركبي كده وأتعلّم بالبلدي، يعني الناس دي فيها إيه ممكن ناخده ونستفيد منه ونreciprocate it أو نreplicate it إلى آخره. فعشان كده أنا بابقى مهتم جدًا أسأل ضيوفي المصريين أو اللي قاعدين في مصر حاليًا إيه القصة، إيه الحكاية، إيه اللي بيخلّيك مقتنع إن أنت في المكان الصح؟ مصر بلدي وما ليش غيرها وحابب جدًا إن أنا باحمل جواز سفرها وخدمت في جيشها سنة ونُص، ما أعرفش أنت تعرف المعلومة دي والّا لأ، بس أنا خدمت في لا أنا جيشها ما سنة أعرفش، ونُص. تصدق أنا أعرف؟ لا، لأ خدمت، إمم. عشان كده وأنت قاعد بتتكلم قوة أساسية ومركز عشان تاني كده أنا اللي مطوّل هو شعري أيوه. عامةً، عشان كده مطوّل شعري من ساعتها. أيوه. فلأ، فبالعكس يمكن سبحان الله زي ما أنت قُلت كده في أول الحلقة خالص هو بيبقى في guidance كده وربنا ممهِّد لك طريق أنت واحدة، واحدة بتunlock عامل زي لعبة، أنت واحدة، واحدة بتفتح من level لlevel تاني، فالموضوع بيصعب معاك حاجات بتوضح أكتر. فأنا جايز إن أنا نشأتي كانت أصلًا برّه مصر من أول ما اتولدت، وبعد كده سبحان الله الguidance بتاعي كان ماشي كده، مع إن إخواتي مثلًا في مثلًا 2 منهم لأ، هو ربنا كاتب لهم إن هي نشأتهم تبقى في مصر ونشوف بقى. إمم. فهي سبحان الله، يعني هو فعلًا هي المقولة اللي هي كلكم خُلق لما يُسَر له، صح كده؟ آآ والّا كل كلكم كل يُسَر لما خُلق له، آه. كُم يُسْر؟
كلكم كل كلكم ميسر كل ميسر ميسر لما خلق له اعتقد. لما صح كده. فهي I think this summarizes، يعني انا لو احط تايتل الصراحه الحلقه دي I think ده هيبقى التايتل حقيقي الصراحه، اللي هو انت قاعد عمال بتدقلك في الدنيا دي كلها، بتتشقلب وتروح يمين وشمال وفوق وتحت، بتحاول تلاقي الحقيقه بتاعتك، او التروث، او اللي هيساعدك، او اللي هيخليك تحس انك ناجح. كان من قصتك او من قصه الناس اللي انا بتشرف باستضافتها الصراحه. ده بيبقى دايما الشاهد بينهم. كله بيدور، محدش قفل اللعبه يعني. واللي قفل اللعبه ده انا نفسي اجيبه، اللي هو انت ايه اللي في دماغك بالظبط مخليك مقتنع ان انت قفلت اللعبه؟ فبالعكس، وبيبقى في ناس منها قامه وقامات، يعني ناس ما شاء الله انت تبص عليها كده اشاره ليها يعني بالنجاح وبالتاثير و الى اخره، بس تقعد معاه هو تايه تايه زيه زيك بالظبط، بس في حته تانيه. فده كده يرجعنا انه يا جماعه اللي بيحصل على السوشيال ميديا، وصوره الفيراري وصوره البيت اللي اتبنى وصوره ما اعرفش الفلوس، ولا العملات بقى الرقميه، ولا ما اعرفش الان اف تيز بقى سنسي سيكا والان اف تيز والكلام اللطيف ده كله، ان هو خلاص كده قطع السمكه وديلها وياما هنا وياما هناك. ده بيبقى كابتشر او لقطه كده في صح. حياته، وهو بيعمل له بروباجندا. بس ياما تحت السواهي دواهي، على رأي ست الله يرحمها يعني. دي حقيقة. ودايما هي فلا ده جميل. هي الفكرة قول ان لي. دايما هو انت بتاخد اللقطة زي ما انت بتقول، اللقطة الحلوة في حياة بني ادم في وقت معين، وبتلاقي حياته بقى الكاملة لا هو متبهدل. بس هو انت، ودي مشكلة برضو ترجع تاني لحديث أدومها وإن قال. أنت دايما لما بيتنكت فيك نكتة كده سوداء أو بيضاء أو أيا ما يكون، هي بتفضل هي نقطة 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 نقطة. فتأثير السوشيال ميديا ده على الناس كلها بما فيهم إحنا كبير قوي قوي قوي، لأن أنت بتتعرض ليه بكمية كبيرة كل يوم، كميه كبيره كل يوم. فعلى اخر سنه سنتين ثلاثه 10 بتلاقي اثر. عشان كده يمكن الحياه بتتشقلب لناس كتير بسبب حاجه زي دي، ممكن ما يكونش واخد باله منها، بس هو بتتحفر فيه نقط ليها علاقه بان هو مش راضي عن حياته، مش راضي عن حياته لانه شاف الفيراري النهارده، شاف البورشه بكره، شاف ايه. فبالتالي بيوصل لمرحله صعبه ان انت ترجع بقى تاني تريست الكلام ده كله. صحيح. فلازم يبقى الانسان فاهم النقطه دي كويس. 100%، 100%، 100%. كريم، انا حقيقي مش عايز اخد اكتر من وقتك من كده. لو في كلمة أخيرة تنصح بيها الشباب بشكل عام، على عجالة كده، كلمة كده من القلب للقلب، وننهي الحلقة، تقول لهم ايه؟ كلمه من القلب للقلب، كلمتي هتبقى ان انت ماشي في التايم فريم بتاعك. تأكد من ده مهما حدثت مغريات حواليك أو ظروف معينة. تأكد إن ربنا راسم لك طريق. دورك إن أنت تبذل المجهود اللي أنت حابب تبذله أو اللي أنت في مقدرتك تبذله. ابذله بأقصى جهد في الفترة أو في الحاجة اللي أنت بتعملها النهاردة. ممكن إن أنت تكون النهاردة في حاجة أو شغلانة زي ما أنا كنت، شغلانة أنت بتفت إن فيها، مش حاجة أنت بتحبها ولكن أنت كويس فيها. خليك كويس فيها، ابذل مجهود اكبر، هتوصل فيها لنجاح معين هينقلك بعد كده لنجاح اكبر في حته تانية. وتاكد دايما انت ماشي في خطتك في التايم فريم بتاعك. ما تبصش للناس اللي حواليك اللي سبقوك في نفس جيلك او صحابك اللي كانوا معاك في الجامعه واحد منهم بقى ملياردير او الكلام ده كله. لا، خليك انت في حتتك في لعبتك. انت ممكن توصل له بعد 60 سنه وممكن ما توصلوش ويتشلك ده في حاجه تانية، وممكن تبقى انت اقرب منه في الدين، وممكن 100,000 حاجه، فرايتيز كتيره. ولكن دايما المطلوب منك هو السعي. دايما بفتكر آية إن الآخرة برضو ليها سعي، ليها نسبة نجاح. يعني وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فالجنة ليها سعي معين، ليها درجة نجاح من برسنتج معين. فمش أي حد برضو هيبذل في الآخرة او في الدنيا هو وصل لدرجه النجاح. لا، انت ممكن تكون الاخره ليها 70% وانت للاسف عملت 60%، فانت مش ناجح. فانت حاول تبذل اقصى حاجه مقدرتك عليها في الظروف والمحيط. لو انت مكتئب الفتره دي بس قادر تدي 10% اديهم، ما تديش 8 او 9. ولو ان ال 10% دول قليلين، ولكن في ظروفك دلوقتي هم كويسين قوي، هم اللي هيوصلوا. بس وتاكد ان ربنا راسم لك طريق، وثق في نفسك ودوس.
حبيبي والله أنا سعدت س أنا س مبسوط إن أنا قاعد باتكلم سعدت معاك. جدًا بس والله والله اتبسطت. فرحة حقيقي يعني أنا مبسوط إن إحنا عايشين في عالم بجد زي السوشيال ميديا and how effective it is إن أنا دلوقتي كلمتك على السوشيال ميديا قُلت لك يالّا نتكلم ويالّا ندردش. لأ حقيقي والله سبحان الله يعني هو سلاح ذو حدين، بس أتمنى إن الواحد يكون بيستعمله للخير وللصالح. كريم آخر سؤال، لو تنصحني أجيب حد على نفس الكرسي ده وأستضيفه، تنصحني أجيب مين؟ هاقول لك واحد بس يعني يا ريت يدّينا من وقته، باشمهندس محمد طموح. يا ربي يا الله خدته من على لساني. بصراحة يعني الراجل ده أثّر في حياتي يعني حقيقي كتير، وأنا فعلًا لا واخده مش مجرد بس role model، لأ هو أخ فعلًا كبير بتستشيره هو مَر بتجارب بقى يعني أضعافنا، وبرضه من الأشخاص اللي أنا أحسبه على خير في حتّة الدين، فيقدر يفيدنا جامد، حابب أشوف الموضوع ده جدًا. أنا نداء يا باشمهندس محمد. أنا هاحاول ده أقنعه، نداء يعني أهو من أوعدك هاحاول أقنعه. الصغيرين من إخواتك الصغيرين في شتى أماكن العالم، إن إحنا نحاول إن إحنا نقعد معاك ولو لفترة وجيزة، نتناقش في نُقط كتير جدًا ممكن تفيد إن شاء الله الأجيال الصاعدة والقادمة وتفيدنا إحنا شخصيًا يعني. دي حقيقة. حبيبي يا كيمو، تسلم إيدك على إيه؟ ويسلم باشكرك. وقتك، وأشوفك على خير إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. السلام لازم لمّا عليكم. تنزل مصر نتقابل كده، وهاحاول أنا آجي لك بقى، يعني لو حتى فُسحة أو كده آجي أزورك. يا ابني ده تنور في أوضة والله فاضية والله في أنا الشقة تعالَ. مبسوط. أنا مبسوط جدًا، 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 ويا رب، يا رب فعلًا يكون حد كان محتاج يسمع الكلمتين دول ويستفيد بيهم. يا رب. وأشكرك اللي أنت بتعمله وكمّل آمين. فيه، أنا من أشد المعجبين فعلًا باللي أنت بتقدّمه للشباب. حبيبي تسلم. Thank you يا عبد الرحمن. تسلم. كل خير. Thank you so much.